تخيل معايا تكون طالب فاشل وحياتك بايظه وملكش لازمه في اي حاجه لدرجه انك تفكر في الانتحار، لحد ما بيظهر فجاه في حياتك حارس يشقلب حياتك تماما. جهز نفسك دلوقتي الجرعه من الاكشن والاثاره، وعايزين نوصل الفيديو ده 7000 لايك. احنا قدها، وعشان ده بيفرق جدا في تفاعل الفيديو وده بيخلينا نكمل. ويلا بينا نبدا سرد الحكايه. بتبدا حكايتنا في مدرسه اعداديه، وبنشوف الطلاب هم بيحتفلوا علشان كل واحد فيهم نجح وهيروح المدرسه الثانويه اللي هو عايزها. بس على الجانب الاخر بنشوف ميراي اللي بيكون قاعد لوحده مكتئب وحزين، وواضح عليه ان هو ما نجحش اصلا. بعدها بنشوفه في السوبر ماركت وهو بيحط كيس العيش في جيبه من غير ما حد ياخد باله، بس بيرجع في كلامه وبيحطه مكانه تاني. وبعد شويه بنلاقيه واقف فوق برج عملاق وخلاص بيقرر ان هو ينتحر، وبيقول ان كان نفسه يعيش حياه سعيده مع اهله لكن ده ما حصلش، وان حياته عباره عن جحيم، وان دلوقتي جه وقت الموت. بالفعل بينط من فوق البرج وبيستسلم للموت، لكن بتحصل حاجه غريبه جدا، وهي انه بيلاقي نفسه طاير في الجو وفي بنت بجناحات شايلاه. ميري ما بيكونش فاهم اي حاجه وفاكر ان ده تاثير الوعي، لكنها بتتكلم معاه بتقول له ان هي انقذته من الموت في اللحظه الاخيره، وانه لسه عايش وما ماتش ولا حاجه. فبيتعصب جدا وبيقول لها ان هي كانت لازم تسيبه يموت لانه فقد الامل في الحياه دي اصلا. وهنا بنتعرف على ميري اللي عيلته ماتت وهو عنده 7 سنين، وان عمه وعمته هم اللي اتكلفوا بتربيته، بس عمه كان بيعامله معامله وحشه جدا وبيعذبه وبيطفي السجاير في جسمه كمان. فبتقول له انا جيت علشان اخليك تحس بالسعاده، والسعاده دي مش هتتحقق غير وانت معاك الحريه والحب. فبيقول لها انا طول عمري وحيد ومنطوي، ازاي احس بالاحاسيس دي اصلا؟ بتفرد جناحاتها وبتقول له انه لو حابب يحس بالحريه فلازم يكون عنده جناحات زي دي. وبعدها بتطلع سهم احمر اسمه سهم الحب، وبتقول ان السهم ده مجرد ما ترميه على اي حد هيقع في حبك على طول. بيستغرب مراي جدا من كلامها، ولكنه بيلاقيها بتقول له انت لازم تختار يا الجناح يا السهم. فبيقول لها انا هختار الاثنين. هو الغريب بقى انها بتوافق عادي. بيسالها انت ليه كنت بتختبريني من الاول؟ فبترد عليه وبتقول له ان ده تقليد لازم تعمله، وان كده كده كانت هتدي الاثنين في الاخر. بيتعصب مراي وبيقول لها لا انا هروح اموت نفسي احسن من الجنان ده. بس مره واحده الحارسه بترمي عليه حلقتين لونهم احمر، واحده في رقبته والثانيه في ايده. بتقول له اللي في رقبتك ده هينتج عنها الاجنحه، واللي في ايدك دي هي اللي هتقدر ترمي من خلالها الاسهم. بيندهش مراي وبيقول لها وانا همشي في الشارع بالحاجات دي ازاي؟ بس بتقول له ان مفيش حد من البشر هيقدر يشوف الحلقات دي، واللي هيقدر يشوفها بس هم الحراس اللي زيي. بيستغرب مراي من فكره ان في حراس غيرها اصلا، بس بيسالها ازاي يقدر يطير بالجناحات دي، وازاي الجناحات دي هتظهر من الاساس. ومره واحده بتظهر اجنحه في ظهره وبيقدر يطير من غير مساعده الحارسه اللي معاه، وساعتها بيعيط وبيقول ان من زمان كان بيحلم بالطيران والحلم ده اتحقق اخيرا. بيفضل يلف حوالين البلد كلها لحد ما بيقف وبيفتكر صديقته القديمه. بعدها بتجيله الحارسه وبتقول له ان الطيران بتاعه كان ممتاز بالنسبه لواحد اول مره يطير. واللي يضحك بقى انها بتقول له انت كده هتقدر تسرق براحتك من غير ما اي حد ياخد باله منك. بيندهش مراي لما بيعرف ان حد كان عارف ان هو بيسرق، وبيقول لها هو انت حارسه ولا شيطان؟ بس الصدمه هنا لما بتقول له ان الشياطين هم البشر، ومنهم عمك وعمتك اللي قتلوا عيلتك كلها وقالوا ان هو مجرد حادث. فبيتصدم مراي وبيفتكر المعامله اللي كان بتعاملها وهو صغير من عمه وعمته، وبتقول له الحارسه ان جه الوقت خلاص انه يستخدم السهم علشان يقدر يعرف الحقيقه بنفسه. بعدها بشويه بنشوف مراي وهو داخل عند بيت عمته اللي بتزعله، بتقول له هو انت اتاخرت ليه؟ فبيحاول يسالها عن اهله لكنها بتتجاهله، وعشان كده بيستخدم السهم لاول مره وبيضربها بيه. المدهش في الموضوع ان هي اتغيرت معاه وبقت بتحبه فجاه، فبيستغل اللحظه دي وبيسالها عن وفاه عيلته. فبنشوفها وهي منهاره وبتقول له ان هي ملهاش دعوه باللي حصل، وان جوزها هو اللي اقنعها هي واخوها ان هم يقتلوا اخوهم الكبير علشان يورثوه ويكوشوا على فلوسه. في الوقت ده بيظهر جوزها وبتروح تهجم عليه وبتقول له انت السبب، انت اللي فخخت العربيه وموتت اخويا ومراته وابنه الصغير. بيدخل مراي في حاله ذهور وبيفتكر اليوم اللي عيلته فيه ماتت ساعه ما كان بيوصلهم للعربيه وبيطمن على اخوه وبيقول لهم ان هو هيستناهم. ولما بيمشوا بيحصل انفجار ضخم، وساعتها بيعرف مراي ان اخوه وابوه وامه ماتوا. بنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوف جوز عمه مراي وهو نزل ضرب فيها، وفي نفس الوقت بيكون مراي عمال يعيط وبيقول لهم انتوا لازم تموتوا مش اهلي. ولما بتسمع عمته الكلام ده بتقوم تمسك سكينه وبتصدمنا كلنا وبتقتل نفسها. والسبب في كده هو سهم الحب اللي مراي رماه عليها، واللي الحارسه قالت له ان اي حد هيترمي عليه السهم ده هيحقق لك اي حاجه انت عايزها منه مهما كانت. وبعدها بيظهر حارس في المكان وبياخد عمته وبيطير، وبيفضل مراي يعيط علشان بيفتكر كلام امه لما قالت له ان الانسان لازم يعيش حياته يدور على السعاده. بيتضايق من نفسه لانه حاول ينتحر، وبيفضل يعتذر لامه علشان ما دورش على السعاده زي ما هي كانت بتقول له. في الوقت ده بتقول للحارسه اللي معاه ان هي ظهرت في حياته علشان يلاقي السعاده اللي كانت فايتاه، وبتعرفه بنفسها وان اسمها هو ناسي. بعدها بتمر 3 ايام وبنشوف مراي هو وناسي وهم قاعدين في فندق، وبنعرف انه استخدم السهم الاحمر مره تانية علشان يوقع صاحبه الفندق في حبه ويخليها تسمح له انه يقعد ببلاش فيه. وبيقول للناسي ان حبه الفكه دول هم اللي معاه دلوقتي، بس هو مش عايز يسرق وعايز يعيش حياه سعيده من غير ما يعمل اي ذنب او يقتل اي حد. بس بيتفاجئ لما نانسي بتطلب منه انه يقتل عمه وولاده علشان ياخد فلوسهم، وده لانه هيبقى الوريث الوحيد اللي هياخد فلوسهم اللي هم اصلا اخدينها منه بعد ما قتلوا ابوه وامه، وبكده يكون انتقم لموت اهله. ولما بيرفض ماري الفكره بتعرفوا الناس ان عنده قدره جديده وهي السهم الابيض، والسهم ده بيقدر من خلاله ان يقتل اي حد بدقه عاليه جدا، واي حد هيتضرب بيها يكون مصيره الموت الحتمي. بيستغرب مراي جدا من تصرفاته وبيقول لها هو انت ازاي كده؟ بتقول له السهم الابيض ده اتعمل علشان يكون قتل رحيم للناس اللي عملت ذنوب كتير في حياتها، وكمان بتعرفوا ان في 13 شخص مرشح
مرشح انه يكون حاكم الارض، وان بالقدرات الجديده اللي معاه ده هيبقى من ضمن ال13 دول، وال13 دول هيتنافسوا واللي هيفضل عايش هو اللي هيكون الحاكم. بعدها بنشوف الحاكم القديم وهو بيتجمع مع 13 حارس وبيقول لهم ان كل واحد فيكم هيكون مسؤول عن بشري واحد بس، والبشري اللي هيفضل منهم هو اللي هيحكم من بعدي، وبيقول لهم ان قدامكم 999 يوم. كل حارس من الموجودين بيكون عايز يبقى البشري بتاعه هو الحاكم الجديد علشان يبقى المساعد بتاعه. بعدها بنشوف مراي وهو بيقول لناسي انه مش عايز يبقى الحاكم وانه عايز يبقى في حاله بعيد عن كل الكلام ده. فبتقول له ناس انت لو ما كسبتش ال 12 بشري اللي قدامك هناخد منك الاسهم والاجنحه وبكده مش هتقدر تحقق سعادتك. لكن مراي بيرفض وبيقول لها انه هيستخدم السهم الاحمر ضد عمه وهيخليه يسلم الفلوس من غير ما يقتله. بعدها بيقعد مراي يتفرج على التلفزيون شويه وبيتصدم لما بيلاقي حارس واقف فوق واحد اسمه رودريجيز، فبيفهم مراي ان الراجل ده واحد من ال 13 بشري اللي اتقالوا عليهم قبل كده. بتقول ناس انه استخدم السهم الاحمر علشان يخلي البنات تقع في حبه، وبتكون الناس مستغربه ازاي اصلا البنات بتحب واحد زي ده. فبيسالها مراي هو انا لو حد ضربني بالسهم بتاعه ده هقدر اهرب منه ازاي؟ بتشرح له ان الطريقه الوحيده علشان يقدر يتفادى الاسهم دي هو انه يطير بالاجنحه، وده لان الاجنحه بتكون اسرع من الاسهم. وكمان بتعرفوا ان تاثير سهم الحب بيزول بعد 33 يوم. وتاني يوم بيكون مراي راجع من المدرسه مع ناسي وبيفتح التلفزيون وبيتصدم لما بيشوف ان رودريجيز اتقتل في ظروف غامضه، وبيفهم ان اللي قتله هو اكيد واحد من باقي المنافسين. وبعد لحظات بتبارك ناسي لمراي انه اتقبل في المدرسه الثانويه الجديده، وبتقول انه خلاص بقى شخص ناجح وسعيد. بس بيكون واضح على مراي ان هو متضايق وبيقول لها ان هو ما استحقش النجاح ده. فبتستغرب ناسي وبتقول له انت خلال الفتره الاخيره قدرت تضرب عمك بسهم الحب وخليته يسلم كل فلوسه ويسلم نفسه للشرطه، وبعدها قدرت تشتري بيت واكل وشرب، وكمان اتقبلت في المدرسه الثانويه اللي انت كنت عايزها. متضايق ليه دلوقتي يا ابن النكديه؟ فبيقتنع بكلامها، واثناء ما هم ماشيين بيلاقوا ان في سطو مسلح على بنك والمجرمين محتجزين الرهائن وبيقتلوا فيهم. بس مره واحده بيظهر انسان آلي، والغريب ان مراي بيلاحظ ان عنده جناحات. بيضرب العساكر بالسهم الاحمر علشان يسمعوا كلامه، وبيقول لهم ان اسمه مترو وان هو اللي هينقذهم من الشر. بعدها بيروح لواحد تاني من المجرمين، ولما بيضرب عليه نار بيقدر يتفادى الرصاصات وبيضربه بالسهم الاحمر. بس بيظهر واحد تاني من وراه بيحاول يقتله، لكنه بيتفادى كل الرصاصات بتاعته وبيقتله بالسهم الابيض. ولما بيحرر الرهائن بيروح يتكلم على اعلامه وبيعرفهم بنفسه، وبيقول لهم ان هو هيكون البطل اللي هيخلصهم من ال 12 عدو اللي عندهم. بيقول لهم انا قتلت واحد منهم بالفعل وبتحدى ال 11 الباقيين لو حد عايز يقاتلني انا مستنيه. فبيفهم مراي ان مترو هو اللي قتل رودريجيز، وبيحس بالخوف وبيطلب من ناسي ان هي تبعد عنه علشان لو اتشافت معاه ممكن يقتلوه. بيروح بعدها مراي البيت وبيطلب من ناسي ان هي تاخد منه الاسهم والاجنحه، ولكنها بتصدمه. بتقول له انا لو خدتها منك هتموت، لان اساسا لما كنتش خدتها من الاول كان زمانك موتت نفسك. وساعتها بيعرف مراي انه في كلا الاحوال ميت. بعدها ناس بتشرح له بتقول ان الحراس ال 13 دول بيتقسموا ل3 رتب، الرتبه الخاصه ودول اللي بيستخدموا الاجنحه والاسهم البيضاء والاسهم الحمراء، والرتبه الاولى ودول اللي بيستخدموا الجناح والسهم الاحمر وبس، اما الرتبه الادنى دول بس بيستخدموا الاجنحه. وبعد تفكير كتير بيقرر مراي انه يعيش حياته بشكل عادي وانه هيروح المدرسه، بس ناسي هتكون في البيت وما تظهرش معاه. وبالفعل تاني يوم بيحضر مراي نفسه علشان يروح المدرسه، فبتقول له ناسي انه لازم يستخدم السهم بتاع الحب علشان يوقع ساكي صديقه طفولته في حبه. ولما بيوصل مراي المدرسه بيكون قلقان ان مترو يعرف مكانه ويقتله، بس بيطمن نفسه انه دلوقتي لوحده ومحدش هيشك فيه. بس الصدمه انه بيلاقي حارس واقف في السماء، بيخاف وبيترعب بس بيقول لنفسه ناسي مش معاك، محدش هياخد باله، اتحرك بسرعه. ولكن مره واحده بيلاقي الحارس ده بيقرب منه وبيبص في عينه، وبيبقى عارف ان هو واحد من المختارين. والحارس وقتها بيقول له انه خد باله منه لما تردد وبص لفوق، وكمان بيقول له البشري اللي هو مسؤول عنه موجود معاه في المدرسه. وهنا بيفتكر ميري انه مترو، ولما بيلف وشه بيتصدم ان هي ساكي البنت اللي بيحبها. بس الصدمه الاكبر حصلت لما ساكي ضربته بالسهم الاحمر وخليته يقع في حبها. بتأمره انه يطير باجنحته ويروح يستناها في اوضته، وفعلا بيروح ميري وبيكون السهم مأثر عليه جامد. ولما بتوصل هي وريفل اللي هو الحارس بتاعها بتساله عن رتبه الحارس بتاعه، فبيقول لها ان هي من الرتبه الخاصه. وهنا بيفتكر ريفل ان ميري هو مترو، لكن ميري بيقول له لا. فبيأمره ريفل انه يساعد ساكي في الطيران، وده لان ريفل حارس من الرتبه الادنى، وبسببه ساكي بتقدر تستخدم الاسهم الحمراء بس ما بتقدرش تستخدم الاجنحه. فبيقربوا من بعض وبتحصل رابطه بينهم، وبياخد ميري ساكي وبيطير بيها وبيكون مبسوط جدا، ولكنه مش عارف اذا كان مبسوط بسبب السهم اللي رشق فيه ولا هو علشان بيحبها اصلا من الاساس. وبعد فسحه طويله وطيران في السماء بيرجع ميري وساكي للبيت، وهناك بيلاقي اخبار جديده عن مترو. فبيقول لهم ريفل ان مترو هو الخطر الحقيقي وانه لازم يتقتل، ولازم اللي يقتله يكون حارس من الرتبه الخاصه، لان مترو لو ما اتقتلش هيقتل كل المنافسين بتوعه واللي منهم ساكي. فبيتجنن مراي وبيقول لهم انه هيروح بنفسه يقاتل مترو علشان ساكي ما تتاذاش حتى لو هيكلفه حياته. بس وهو خارج بيلاقي ناس ظهرت ليه وبتقول له انا ما كانش ينفع اسيبك لوحدك كده. بتقول له ان ريفل بيخدعه وان لو اتقتل من مترو اجنحته والاسهم بتاعته هتروح لساكي، ولو حصل العكس وهو قتل مترو فالاسهم والاجنحه بتاعت مترو هتروح لساكي. في الحالتين ريفل هو المستفاد. فبيعتذر لهم ريفل وبيقول لهم انه مستعد يعمل اي حاجه علشان ساكي تبقى الحاكمه الجديده للعالم. وهنا بنعرف ان كل حارس منهم بيحمل صفه معينه، والصفه اللي بيحملها ريفل هي الخداع. وهنا بتقول له ناس ان مراي مستحيل يأذي ساكي، وده ببساطه لانه بيحبها من غير اي حاجه. وبرغم ان ريفل بيتفاجئ بس بيقول له انت لازم تفضل موجود في البيت على طول وتكون مع ساكي في كل مكان علشان تحميها من خطر مترو.
وعلى الجانب الاخر بنشوف مترو هو بيطارد احد تجار المخدرات الهربان من الشرطه، وفعلا بيوصل له وبيضربه بالسهم الاحمر. بعدها بنشوف مترو هو بيوصل للبيت بتاعه وبيقلع القناع، وبيظهر هو والحارس بتاعه واللي بينصحه انه لازم يقتل كل المنافسين في اسرع وقت. فبيتحمس مترو وبيكون واضح على انه بيحب القتال. وبعد 33 يوم بيزول تاثير السهم الاحمر من مراي، بس بيفضل واضح عليه الحب تجاه ساكي. بيقولوا انه هيحميها من مترو، وانه لو وصل الامر انه يقتله مش هيتردد في مقابل انه يعيش حياه سعيده هو والبنت دي. في الوقت ده بيجي اعلان في التلفزيون ان مترو هيلقي كلمه، وبيقول فعلا انه غلطان، وانه بيوجه دعوه لل11 شخص المتبقيين لحضور اجتماع في مكان اسمه مدرج جينو. وهنا بيقول لهم ريفل واضح من الكلام انه ده مجرد فخ. ولما بتساله ساكي اشمعنى اختار المدرج ده علشان يكون مكان الاجتماع، فبيقول لها ريفل علشان مكان مفتوح، وكمان المدرج ده هيحضر في ناس كتير علشان تشوف مترو هو بيجتمع مع اعدائه القدامى. لكن ميري ما بيكونش مقتنع، وبيقرر ان هو وساكي هيروح الاجتماع ده، بس هيروح يراقبوا من بعيد زيهم زي اي حد. بيدي لهم ريفل شويه تعليمات زي ان هم لازم ما يلفتوش الانتباه، وانهم يتعاملوا كانهم بشر عاديين، ولو شافوا حارس بيطير او حتى بشر بيطير ما يبصوش ناحيته. وفي المدرج بنلاقي ناس كتير حضرت، والاعلام بيصور كل اللي بيحصل، والشرطه مأمنه المكان، والناس كلها منتظره الاجتماع اللي هيكون ما بين مترو البطل العظيم وبين الاعداء ال11. في الوقت المحدد بيوصل مترو، والغريب ان في 2 تانيين لابسين نفس البدله بتاعته بيظهروا بعده. واحد منهم بيرمي السهم الاحمر ناحيته، لكن الصدمه ان مترو مش بيتحرك والسهم مش بيقدر يخترقه. وبنعرف ان السهم ما اثرش فيه، لان ببساطه ده مش مترو اصلا، ده شخص عادي مترو ضربه بالسهم الاحمر ولبسه البدله دي وخلاه يتظاهر ان هو علشان يقدر يجذب انتباه المختارين للمكان وفي نفس الوقت يكون في امان تام. بعدها بنشوف ماضي الاتنين اللي ظهروا في السما دول، وبنعرف ان هما كانوا فشله زي مراي، بس الفرق ما بينهم ان هما ما اتقابلوش في الجامعه بقى. واحد فيهم اسمه تابو والتاني اسمه هاتا. والتابو ده كان عايز ينتحر لان حياته ما بقاش ليها اي لازمه، فبيقول له هاتا ان معاه عقار بمجرد ما ياخدوه هيموتوا على طول. بالفعل بياخدوا العقار، ولكن في لحظاتهم الاخيره بيظهر لهم الحراس وبيدوهم قوتهم، بيعرفوهم في الوقت ده ان هم بقوا مرشحين لحكم العالم. بس الغريب ان هم من ساعتها متحدين مع بعض، وهدفهم هو قتل مترو لانه هو اللي بيشكل خطر عليهم. ومره واحده بنشوف مترو الحقيقي بيظهر على الشاشه، وبيقول لهم انه كان عارف بقصتهم وانهم متحدين، وان كمان هيكون صعب عليه يرمي سهم عليهم لان التاني هيكون خلص عليه ومش هيقدر يصد هجومه. بعد شويه بتظهر بنت صغيره وبتطير في السماء، وهنا بيعرف مراي ان هي واحده من المختارين. لكن البنت دي بتعيط وبتطلب من هاتا وتابو ان هم يحموها من مترو، وده لانها كل اللي بتمتلكه اجنحه وبس. بتحكي لهم ان هي كانت بتتعرض للتنمر في المدرسه، والاجنحه دي هي اللي انقذت حياتها. بتتوسل لهم ان هم يحموها، فبيرد عليها هاتا وبيقول لها انا موافق بس بشرط، احنا هنضربك بالسهم الاحمر علشان نتاكد ان انت معانا بشكل نهائي. فبتوافق البنت وبتقرب ناحيتهم، ولكن في اللحظه الاخيره بيظهر مترو الحقيقي وبيغرز السهم الاحمر في قلبها وبيخطفها. الكل بيبقى في حاله ذهول، وهاتا وتابو ما بقوش عارفين يعملوا ايه لحد ما بيطلبوا من باقي المختارين ان هم ينضموا ليهم. بيقولوا ان اكيد في ناس من المرشحين موجودين في المكان ده وخايفين يظهروا انفسهم، ولو اتحدنا مع بعض هنقدر نهزم ابن العبيطه ده. بيسمع مراي وساكي اللي بيتقال، لكنهم بيرفضوا العرض ده لحد ما بيظهر 2 رافعين ايديهم وبيوافقوا. المضحك في الموضوع بقى ان هم بيكونوا لابسين نفس اللبس بتاع مترو، بس المره دي بيكون لونهم اخضر وبينك. ولما بيجي يضربوهم بالاسهم بتاعتهم بتحصل حاجه غير متوقعه. مترو الحقيقي بيظهر وبيضربهم هما الاثنين بسهم احمر والسهم ابيض. بيشرح لهم ان بدل مكانه مع المزيف في الوقت اللي كان تابو وهاتا رايحين يرموا اسهمهم على الاخضر والبينك. بيموت تابو وبتيجي الحارسه بتاعته وبتاخده، فبيقول لهم ملكوا ان الجناح والسهم بتاعه بقوا ملكه لان انا اللي قتلته. فبتسمع الحارسه كلامه وبتسلمه حلقه الجناح وحلقه السهم. الصدمه الاكبر بقى ان اصلا الاخضر والبينك دول مش من المختارين، دول بشر عاديين دفع لهم مترو فلوس علشان يعملوا العرض ده ويشتغلوا تابو وهاتا. وعلى الناحيه الثانيه بيفكر مراي وبيقول انا قدام منافس مش سهل، وكويس ان انا ما اتهورتش وقمت هاجمته. في الوقت ده بنشوف مترو وهو بيعلن عن بدايه العرض الثاني، والعرض ده هيكون عباره عن قتله لهاتا والبنت الصغيره. بالفعل بيستخدم السهم الابيض وبيرميه على هاتا وبيقتله، وما بيبقاش فاضل غير البنت دي. في الوقت نفسه بيكون ريفل بيتفرج على اللي بيحصل مع ناس في التلفزيون، وبيقول لها ان خايف لما مراي يتدخل لما مترو يحاول يقتل البنت الصغيره دي. وعند مترو اللي بيحضر السهم الابيض بتاعه علشان يقتل البنت الصغيره، فبتظهر الحارسه بتاعتها وبتتوسل ليه ان هو ما يقتلهاش، لكنه ما بيهتمش بكلامها وبيكون خلاص هيقتلها. بتفضل الحارسه تصرخ هي والطفله وبيطلبوا النجده من اي حد من المختارين، لكن ما حدش بيرد عليهم. في الوقت ده بتكون ساكي بتعيط ومتضايقه جدا من اللي بيحصل لحد ما بتقول لمراي قتله. وفعلا مراي بيحضر نفسه علشان يهجم عليه، لكن بتظهر ناسي وهي طايره في الجو وبتمنعه يعمل كده. في الوقت ده بنكون شايفين حد بيصور مراي وهو باصص في السماء. بعدها بنشوف ناسي وهي بتتكلم مع مترو وبتقول له ما تحاولش تستدرج البشري اللي انا مسؤوله عنه علشان مش هيظهر لك ابدا. فبيرد عليها مترو بسخريه وبيقول لها ان كده البنت الصغيره دي اخذت اكتر من
وقتها وبيقتلها بكل دم بارد. الناس العاديه واقفه بتتفرج ومش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل في اليوم ده، وبعدها ناسي بتقول له ان الحاكم الجديد هيكون الولد اللي انا مسؤول عنه، ولو وصل الامر يا مترو انه يقتلك هخليه يعمل كده. بعدها بتطلب من كل المختارين اللي خافوا يظهروا نفسهم ان هم يمشوا من المكان. في الوقت نفسه بيظهر حراس تانيين علشان ياخدوا هاتا والبنت الصغيره، وبياخد منهم مترو حلقات الاجنحه والاسهم. بعدها بيروح مراي مع ساكي وناسي، وبتكون ساكي متضايقه جدا وكارهه مترو اشد الكره، فبيقترح مراي ان هم يقتلوه رغم انه بيقول انه مش هيقدر يقتله. بيقعد يفتكر ذكرياته مع اهله وكلامه مع ابوه لما كان بيقول له اوعى توصل نفسك انك تكره حد حتى لو اذاك. وهنا كانت المشكله، مراي حتى مش عارف يكره مترو، فبتقول لهم ناسي طب ما بدل ما نقتله نتحالف مع المختارين اللي لسه عايشين. وفي اللحظه دي بيدخل صوت من بره بيقول لها عندك حق. بيتصدموا كلهم، ولما بيفتح مراي الشباك بيلاقي اللي بيكلم واحد من المختارين بيقول لهم اضربوني بالاسهم بتاعتكم علشان تتاكدوا ان انا مش متحالف مع مترو او متاثر بسهم من سهامه. بيكونوا هينفذوا اللي هو بيقوله علشان يتاكدوا، لكن بتعرضهم ناسي وبتقول لهم ان هو مش كذاب. فبيدخل يغير هدومه وبيقول لهم مراي انه واثق في ناسي وهيسمعوا. الغريب انه بيقول لهم ان دي ايامه الاخيره في الدنيا لانه مصاب بالسرطان وفي المرحله الاخيره، ولما اشتد عليه المرض ظهر له الحارس بتاعه وقال له انه واحد من المختارين، ولكن هو عارف انه مش هيعيش كفايه علشان يبقى حاكم العالم، علشان كده راح ضرب السهم الاحمر في واحد غني وخلاه يسلم عيلته 200 مليون يوان، وده علشان يمنحهم حتى السعاده بعد ما يموت. وعلشان هو مش عايز مترو اللي يكون الحاكم فضل يدور على باقي المختارين علشان يتحالف معاهم عشان يقدر يخلص على مترو. ومن هنا جت له فكره رايقه، وهو انه يضرب عدد من الناس بالسهم الاحمر ويامرهم ان هم يدوروا على باقي المختارين. وعشان كده شفنا حد بيصور ميراي وساكي لما كانوا في المدرج، فبيقول له ميراي ان هو موافق على التحالف بس بشرط انه ما يستسلمش للمرض ويكمل علاجه ويحاول يعيش مع عيلته كل لحظه بسعاده. فبيبتسم الراجل وبيشكره على كلامه، وساعتها ميراي بيساله عن اسمه، فبيقول له ان اسمه ناناتو. بيعرفهم ان هو مصمم ازياء، وكمان بيقول لهم ان هيعمل لهم ملابس خاصه علشان تحميهم. بيتفق معاهم ان هم هيتقابلوا بكره علشان يخططوا لشكل الملابس دي، وبيسيبهم وبيمشي. وفي مكان اخر بنشوف مترو هو في المدرسه وبيتعامل بشخصيته الحقيقيه وبيكون اسمه كندي. بيتمشى مع صاحبه واللي اسمه مينا لحد ما بيقفوا يتفرجوا على تدريب مجموعه من الرماة، وبيكون مينا معجب بواحده ونفسه يرتبط بيها، فبيقول له كندي انه مستعد يخليها تقع في حبه ولكن بعد كده هتموت. بيستغرب مينا من كلامه مش بياخده بجديه، وبعد كده بيساله كندي عن اكتر شيء بيتمناه. رد وقال له ان اكيد الفلوس يعني مش محتاجه حاجه. وبيرجع يسال كندي، فبيقول له كندي ان امنيته شيء اهم واعظم من الفلوس، امنيته هو ان يعيد الموت للحياه. وهنا بنعرف ان كندي بيعمل كل ده علشان اخته الصغيره اللي ماتت، وبيتمنى يبقى عنده كامل القوه الخارقه علشان يقدر يرجعها للحياه مره تانية. وبعد شويه بنشوف كندي وهو بيتدرب على رمي سهمين دفعه واحده، وبيقول ان لو قدر يرمي 3 اسهم مره واحده هيقدر يوصلهم ل 90 متر، وبالتالي هيقدر يقتل منافسينه من مسافه بعيده والموضوع هيكون اسهل. بعد كده بيروح لبيته وبيقف قدام جثه اخته اللي بيكون حابسها في صندوق زجاجي، وبيقدم لها الورد وبيقول لها عيد ميلاد سعيد. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ناناتو وهو بيتكلم مع مراي وباقي الفريق، وبيوريهم صور لطفل صغير وبيعرفهم انه واحد من المختارين وانهم لازم يدوروا عليه. ولكن في الوقت ده بيظهر على التلفزيون ان في بنت قتلت 3 بنات وهربت ومحدش عارف يمسكها، ولكن الصدمه ان ريفل بيقول لهم ان البنت دي بنت عاديه ولكنها خدت جناح وسهم، وغالبا اللي اداها الحاجات دي هو مترو. وبنعرف ان البنت دي كانت مسجونه وهربت من السجن بسهوله، وكمان قتلت عدد كبير من البنات. بنشوفها وهي واقفه مع مترو، وهنا بنتاكد ان هو اللي هربها واداها الاسهم. الغريب اننا بنعرف انه طلب منها تقتل كل البنات القبيحات، وبالفعل بنشوفها وهي ماسكه سكينه وبتقتل بنت مسكينه. في الوقت ده بيقعد مراي واصحابه يتكلموا، وبيقول لهم ريفل ان البنت دي مجرد فخ عمله مترو علشان يخلي باقي المختارين يروحوا يقتلوه، وساعتها هيقدر يصطادهم بكل سهوله. ناناتو بيقترح ان هم لازم يخلصوا على البنت دي في اسرع وقت، وده لانها اصلا قاتله، ودلوقتي بقت قاتله معاها قوه خارقه، وحتى لو اعترضنا مترو فاحنا لازم نقتله بسهم ابيض ونخلص منه. بيفكر ميراي وبيقول انا الوحيد اللي معاه السهم الابيض دلوقتي، وهل هقدر اقتل مترو فعلا؟ بيكون ناناتو متعصب جدا وبيقول له انه هيعمل اي حاجه علشان يشوف مترو ميت، وبيسال ميراي هل هو موافق على الكلام ده ولا لا. بس ميراي بيصدمه وبيقول انه مش عايز يقتل حد، وانه شايف ان هم لو ضربوه بسهم احمر بحيث ان هو يخضع لهم هيكون احسن من قتله. فبيتدخل ريفل في الكلام وبيقول ان القتل هيكون احسن لان ممكن حد من باقي المختارين يقتلك، وساعتها هتبقى انت ما استفدتش اي حاجه. وناتو بيكمل على كلامه وبيقول له هو عايز يقتلك فلازم انت تقتله حتى لو هتدافع عن نفسك يا اخي. فمراي بيقول لهم ان حتى لو عايز يقتلني فانا مش هقتله. ناناتو بيضغط عليه اكتر وبيقول له طب هتعمل ايه لو كان هيقتل ساكي قدامك وقدامك فرصه واحده بس، قدامك فرصه تضربه بسهم واحد، هل ساعتها تضربه بالسهم الابيض ولا بالسهم الاحمر؟ بيفضل مراي يتخيل الموقف اللي بيحصل، وبيشوف نفسه لسه متردد، وبيعرف ان التردد ده هيكون نتيجته ان مترو يقتل ساكي قدام عينه، فبيتصدم وبيصرخ بصوت عالي. ولما بيفوق بيعتذر لناناتو اللي كان في طريقه للخروج، لكن ناناتو بيقول له ما تشيلش هم حاجه ومش عايزك تفكر في الموضوع وتتعب نفسك. وتاني يوم بنشوف ناناتو وهو قاعد مع عيلته لحد ما بيشوف في التلفزيون خبر ان هم وصلوا لواحده من البنات اللي اتقتلوا واللي شافوها ميته فوق برج عملاق. فبيفهم ناناتو ان مترو قصد يخليها تعمل كده علشان يعرفهم ان البنت القاتله دي معاها جناحات. وبعد تفكير كبير راح يقابل ميراي وباقي اصحابه، بس المره دي كان معاه الحارسه المسؤوله عنه واللي اسمها باري، والغريب انه جايب معاه شنطه مليانه اسلحه وطلقته. بيقول لهم ان الاسلحه دي مش هتعمل حاجه قصاد
الاسهم لكنها ممكن تفيد. لما بيجي يديهم المسدسات بيرفض مراي في الاول وبيقول له هل من الطبيعي ان اطفال زينا يشيلوا اسلحه زي دي؟ فبيقول له ناناتو انا مش فارق معايا اذا كنتوا اطفال ولا لا، المهم ان احنا نخلص العالم من شر ميترو وعشان مراتي وعيلتي يعيشوا في سلام. بعدها بيجي خبر على التلفزيون بوجود قصه جديده فوق البرج الكبير، بس المره دي اللي لفت انتباه الناس هو وجود البنت القاتله، كانت طايره في السماء ومن الواضح ان هي كانت موجوده علشان تلفت الانتباه مش اكتر. وبنعرف ان البنت دي اسمها موسورين، وبتبدا موسورين ترمي على الناس اسهم حمراء وبتقول لهم يمشوا كل الناس اللي في البرج. وبعدها بتتواصل مع مترو بتقول ان كل شيء اتنفذ حسب الخطه. في الوقت ده عندنا ناتو وباقي الفريق بيقول لاصحابنا ان ده وقت المعركه، بيقول لهم ان مترو مستخبي ومستني حد يشتبك مع موسورين علشان يظهر ويغفله، وكمان بيشرح لهم الخطه اللي كانت ببساطه ان هيروح بنفسه يهاجم موسورين لحد ما يظهر مترو، ولما يظهر لازم ميراي يضربه بالسهم الاحمر. بيلبس ناناتو بدله عسكريه وبيدي لميراي بدله شكلها اسطوري، بيقول للساكن انت لازم تفضلي موجوده هنا وكده كده محدش عارف مكانك. هو بيواجه كلامه لميراي وبيقول ان لو مترو ما ظهرش هيقتل موسورين علشان ما تقتلش بنات بريئه تاني. بيطير ميراي وناناتو لحد ما بيوصلوا للبرج، وهناك ناناتو بيتكلم مع موسورين اللي بتقول له ان هي مستنيه مترو، فبيسالها اذا كان هيجي اصلا. بس الصدمه اننا بنشوف مترو هو بيدوس على زرار ومره واحده بينفجر البرج كله بموسورين وناناتو. هي ابن الخنزيره. بيتصدم ميراي من بشاعه المشهد، بس بعدها بيلاحظ جناح ناناتو وبيطير ناحيته وبيقدر ياخده وينزل بيه فوق سطح مبنى من المباني. بيندهش ميراي جدا لانه لسه عايش، وده بفضل البدله العسكريه اللي هو لابسها اللي كانت ضد الانفجارات. بس الصدمه ان مترو بيظهر وراهم وبيقول للميري البدله دي حلوه قوي، انا هاخدها منك بعد ما اقتلك. بيتعصب ميراي بيقول له هو انت فاكر انك لازم تقتل باقي المختارين علشان تبقى الحاكم؟ بيرد عليه مترو بيقول له هو انت عبيط يا اسطى ولا ايه؟ ما طبعا الناس كلها لازم تموت. فبيتعصب ميراي اكتر وبيقول له الناس البريئه اللي ماتت بدون ذنب دي ما عندهاش اهل يزعلوا عليها، هو انت ما تعرفش معنى انك تفقد حد من عيلتك؟ بس بيصدمه مترو وبيقول له لا انا عارف كويس، انا كمان فقدت اعز حد عليا. وهنا مترو كان يقصد اخته اللي شفناها قبل كده. ودلوقتي احنا على اعتاب معركه قويه جدا ما بين الثلاثه. بتظهر الحارسه المسؤوله عن مترو واللي بيكون اسمها ميزا، وبيقول لها مترو احمي ظهري. وهنا بيامر ناناتو ناس وباري ان هم يتدخلوا معاه في القتال، وبيطلب من ميراي انه يحضر السهم الاحمر بتاعه. بس مترو ابن الخنزيره بيطلع جهاز التفجير وبيقول لهم ان زرع قنبله ثانيه في احد المباني الموجوده حواليهم، وانهم لو ما سابوهوش يقتلهم هيضطر يقتل عدد كبير من الناس. بيتصدم ميراي لكن ناناتو بيبتسم وبيقول له انت كذاب والكذبه دي انت لسه ملفها حالا دلوقتي. بالفعل بيتاكد ناس على كلامه بتقول له ان هو كذاب، فبتقول ميزا لمترو ان الحارسه ناسي عندها القدره على كشف الكذب. بس الغريب ان مترو بيكون مصمم يضغط الزرار، وده اللي بيخلي ناناتو يشك في الموضوع. بيقول له بصوت عالي استنى ما تقتلش حد، انت كده كده كنت عايز تقتل واحد مننا فما تقتلش حد غيرنا. بيندهش ميراي من التغيير اللي حصل لناناتو فجاه، بس مترو بيقول له اختار واحد منكم لازم يموت دلوقتي. فبيتقدم ناناتو وهنا بيرمي مترو السهم الابيض ناحيته علشان يموته، وبدل ما ميراي يرمي السهم الاحمر على مترو راح رمى ناحيه السهم الابيض. والصدمه ان السهم الابيض بيتم ابطال مفعوله وبيرجع تاني لايد مترو. الحراس بيتصدموا لانهم حتى ما يعرفوش ان ممكن سهم احمر يكسر سهم ابيض. بعدها بيبدا قتال قوي ما بين ميراي ومترو، وبيفضلوا يطيروا باجنحتهم وهجوم من هنا على تصدي من هنا، لحد ما مترو بيقول له هو انت عايز تضربني بالسهم بدل ما ترميه عليا من بعيد؟ هو انت متخلف يا ابني؟ بس الغريب ان ميراي بيفضل مصمم على طريقته، بيفضل يتصدر كل ضربات مترو بنفس الطريقه لحد ما بيغير مترو هجومه وبيروح يرمي السهم ناحيه ناناتو اللي بيفضل واقف في مكانه عاجز عن الحركه لانه ما توقعش الحركه دي ابدا. وفي اللحظه الاخيره بيقدر ميراي يصد السهم بمنتهى القوه. بعدها بيستمر القتال بس المره دي بسرعه اكبر من الاول لدرجه ان هم مش عارفين مين اللي بيضرب مين دلوقتي. بيطيروا في السماء وبيلفوا حوالين بعض بشكل مبهر، وبيفضل ناناتو مش عارف يتصرف ازاي لحد ما بيجي له فكره انه يطير ورا مترو ويضربه بالمسدسات اللي معاه. بالفعل بيضربه وبيفض خزنه المسدسات اللي معاه، وبيقف مترو اللحظات لحد ما بيصرخ ناناتو وبيقول لميراي يضربه بالسهم اللي معاك. فعلا بيضربه ميراي ناحيته علشان ينهي القتال بضربه قويه بسهمه الاحمر، لكن في الثانيه الاخيره بيطير مترو وبيهرب منهم. فبيقول له ناناتو انت كان لازم تضربه في قلبه، بس هو كده كده لابس بدله مضاده للرصاص. وهنا ميراي بيبقى في حاله صدمه وبيقول له انا شفت وشه. بعدها بيوصل ميراي وناناتو البيت ساكي وهم مرهقين جدا، بس بيفضل ميراي زعلان لانه ما كانش عايز كل ده يحصل، وانه بس حابب يعيش في سلام بعيد عن القتال والدم. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف مترو وهو عند الدكتور وبيكون بيتعالج لان في رصاصه من رصاصات ناناتو جرحت دماغه. بيكون الدكتور تحت تاثير السهم الاحمر، بس بعد ما بيعالجه بيقرر مترو ان هو يقتله اللي هو رخامه وخلاص. بعد كده بنشوف ساكي في المدرسه وهي بتتكلم مع واحده صاحبتها واللي بتقول لها ان دايما بتشوف ميراي بيراقبها، فبترد عليها ساكي وبتقول لها انه دايما بيحميني من الولاد اللي بيحاولوا يضايقوني، وبيكون ميراي واقف يسمع الكلام ده من بعيد. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ناناتو وهو بيتكلم مع ريفل وبيساله عن ماضي ساكي، وبيساله هو انت ازاي عرفتها؟ فبيقولوا ان هي كانت على وشك الانتحار هي كمان، بس هو ما يعرفش اي حاجه عن ماضيها. وعند كندي في المدرسه بنلاقيه قاعد وحواليه ناس كتير بيطمنوا عليه لانه كان رابط دماغه. بيظهر صاحبه مينا واللي بيستنتج من اللي حصل امبارح ان كندي صاحب عمره هو ميترو. بعدها بنشوف ميراي وهو بيشرح لاصحابه شكل ميترو من ورا القناع، وبيقول لهم ان شكله اكبر مني بكام سنه، بس بيفهم ناناتو ان هو طالب في الثانويه برضه، وبيقول لهم انه هيستمر في البحث عنه. وبعدها بنشوف ماضي ميراي مع ساكي وهم اطفال، وواضح جدا ان ميراي بيحب ساكي جدا، بس الصدمه ان ساكي بتعترف له ان هي اللي كانت بتتنمر عليه، وهي اللي كانت بتخلي العيال الصغيره تتنمر عليه كمان. وفي يوم مشيت وراه كانت
كانت عايزه تصالحه وتعترف له بالحقيقه، بس اتصدمت لما شافته وهو بينط من فوق البرج وبيحاول ينتحر، وساعتها راحت تنتحر هي كمان علشان كانت حاسه بالذنب وانها السبب في موت ميراي. بس وقتها جه ريفل وانقذها زي ما ناسي انقذت ميراي، والقدر خلاهم هما الاتنين مع بعض في الاخر. بعدها بتطلب منه ان هو يقتلها لانها لسه حاسه بالذنب، وفعلا بياخدها وبيطير بيها لاعلى نقطه. وهنا بيتصدم ريفل وبيقول له هو انت بتعمل ايه؟ لكن ساكي بتمنعه من التدخل وبتطلب من ميراي انه يفك الرابط ويسيبها، وفعلا ميراي بيعمل كده، لكن ميراي بتمسك ايده في النهايه وبتعيط وبتقول له ان هي مش عايزه تموت. فبيرجع ميراي الرابط تاني وبياخدها وبيطير بها بعيد، وبيقول لها انه ما كانش هيسيبها تموت لانها اهم شخص في حياته حاليا، ومش هيقدر يموتها حتى لو هي طلبت ده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ناناتو هو بيقول كل المعلومات اللي جمعها عن مترو، وبيعرفهم ان هو طالب ثانويه بس اكبر من ميراي. ساكي بتقول لهم في الوقت ده ان هم لازم يغيروا مكانهم، وانها اشترت مكان تاني علشان يتجمعوا فيه، وده علشان يكون مناسب للتخطيط بتاعهم. بعدها بتقول للباري الحارسه المسؤوله عن ناناتو ان هي عايزه يكون معاها اجنحه باي طريقه، لان من غير اجنحتها مش هيكون ليها اي فايده. فبتقول لها باري علشان يكون معاك جناح فانت لازم تقتلي حد وتاخدي جناحه، او تستني لما حد من المختارين يموت وتاخدي اجنحته. وهنا بيتدخل ناناتو بيقول لها انا كده كده هموت، واستني لما ده يحصل وخدي جناحاتي عادي. فبترفض ساكي وبتقول له ان احنا مش هنسيبك تموت اصلا. وهنا بيتدخل ريفل وبيقول ان الطريقه الوحيده اللي تخلي ساكي تمتلك اجنحه ان ابقى مجنح برتبه خاصه، وبيسال باري عن الفكره دي. فبتقول له انه يقدر يوصل للرتبه الخاصه بسهوله، ولكن ده بعد ما يتم الاعتراف بيه من الحاكم الحالي. فبيفرح ريفل جدا وبيكون نفسه يوصل للرتبه دي علشان يساعد ساكي. بعدها بيروح ناناتو بيته وبيقعد مع بنته اللي بتكون مبسوطه انه صمم لها فساتين كتير. بتقول له ان هي فخوره ان هو ابوها وبتتمنى انه يعيش معاها لحد ما تكبر علشان يفضل يفصل لها فساتين وكده يعني. بيحضنها ناناتو وبتكون مراته بتعيط لان البنت الصغيره دي ما تعرفش ان ابوها مصاب بالسرطان وايامه في الدنيا بقت معدوده. بيدخل بعدها ناناتو الاوضه وبينهار من العياط، وبيكون مصمم انه يخلي بنته تعيش في عالم مثالي بعيد عن الشر بتاع مترو. بعد كده بينتقل بينا المشهد وبنروح عند شخص جديد من المختارين، واللي بتكون ملامحه مرعبه جدا، وبيهدد واحد بالقتل وعايز يعرف منه مين اللي رمى السهم الاحمر عليه. ولما بيهدده بيقولوا ان اللي رمى السهم ده عليه هو ناناتو. في نفس الوقت بنشوف ساكي وهو بتودي اصحابنا المكان الجديد اللي هيعيشوا فيه، وهناك بيديها ناناتو بدله جديده وبيقول لها ان البدله دي هتساعدك تقاتلي معانا. بعدها بنشوف ريفل وهو بيتدرب علشان يوصل للرتبه الخاصه ويساعد ساكي، والتدريب بيكون عباره عن انه يحط الكور دي في دماغه، وكل ما زاد عدد الكتب اللي بيقراها بالطريقه دي زاد مستواه، ولما يزيد مستواه هيقدر يوصل للرتبه الخاصه. وبعد وقت قصير بتظهر ساكي وهي لابسه البدله الجديده، واللي بتكون بدله متطوره جدا وفيها امكانيات قتاليه عاليه. بيكون الكل مبهورين بجمال البدله، بس مره واحده بتشوف ناسي سهم احمر طاير في الجو وجاي ناحيتهم. ساعتها بيقف ماريا قدام ساكي علشان يحميها، بس الغريب ان ناناتو بيقول لهم السهم ده بتاعي، وبما انه رجع لي كده فده معناه حاجه واحده، وان الشخص اللي رميت عليه السهم ده اتقتل. فبيطير ناناتو وماريا بسرعه، واثناء طيرانهم بيتصل ناناتو بمراته لكنها مش بترد عليه، فبيفهم ان بيته اتكشف. بيكون فاكر ان اللي كشف بيته هو مترو، لكن لما بيوصل بيلاقي واحد تاني اول مره يشوفه. بيروح بعدها ناناتو لبيته وبيتصدم لما بيلاقي الفساتين اللي عملها البنت كلها مقطوعه وانهم مش موجودين في البيت. وعلى الناحيه التانيه بيهاجم ميراي الراجل الغريب ده بسهم احمر، وبتكون دي اول مره يرمي سهم على حد. وهنا ناسي بتكون مبسوطه انه اخيرا بدا يقاتل بالطريقه الصح، بس للاسف الراجل ده هرب منه وراح لمكان بعيد عنهم. وفي المكان ده بنكتشف ان خطف مرات ناناتو وبنته علشان يكونوا طعمه يسحب بيه ناناتو ويقدر يخلص عليه. وهنا بنعرف ماضي الشخص ده واللي بيكون اسمه هجمي، وهجمي ده بيكون طفل قبيح الناس كلها بتتنمر عليه. بيسخروا من شكله وحياته كانت بايظه بسبب شكله الوحش، والمصيبه الاكبر كانت لما رجع في يوم من الايام لبيته وشاف امه وهي منتحره، فساعتها قرر ينتحر هو كمان. ولكن ظهر له حارس اسمه بلطة، وبلطة ساعد صاحبنا ده وخلاه يروح يعمل عمليه تجميل علشان يغير من شكله. بالفعل شكله اتغير وبقى كل الناس بتحبه زي ما كان بيتمنى، بس برضه كان عنده مشكله وهي انه فشل في التواصل مع الناس. وبنعرف بعد كده انه بيحب مترو وبيعتبره مثل اعلى ليه، وبيقول له انه هيساعده يبقى الحاكم الجديد ومستعد يبقى خدام عنده كمان. وفي يوم من الايام راح لدكتور التجميل وبتحكي له انه في طالب جاب جثه اخته، وطلب منها تقول له على طريقه يحفظ بيها على الجثه لاطول فتره ممكنه. ساعتها بيدور هجمي ده عن معلومات عن مترو لحد ما بيوصل له. بنشوف طالبه بتيجي الكندي وبتقول ان في واحد من الخالدين رماني بسهم احمر وامرني ان اجي اقول لك ان هو بيحبك وانه مستعد يكون خادم عندك. بعدها بيتواصل كندي معاه وبيتاكد انه فعلا بيحبه، فبيامره بمهمه وبيقول له لو عملتها خليك الخادم الخاص بيا. والمهمه دي بتكون انه يعرف حقيقه ناناتو ويخطف مراته وبنته، وفعلا بيقدر هجم انه ينفذ كل اللي اتامر بيه. بنشوف ناناتو وهو متعصب لانه معرفش ينقذ مراته وبنته. في الوقت اللي بيحاول يهدوه بتوصل له مكالمه من مترو بيقول له على مكان مراته علشان ينقذها، بس بيتريق عليه وبيقول له يا ترى هتعرف تعمل ده ولا اجي اساعدك. بيتجنن ناناتو وبيجري علشان ينقذ عيلته، وبيقول له محدش يجي ورايا علشان وجودكم هيعطلني. في الوقت ده بنشوف ريفي اللي هو بيحاول يزود من معرفته علشان يساعد ساكي انها تطير بالاجنحه، لكن الموضوع بيكون صعب جدا. بيدخل عليه مراي وبيقول له خلي بالك من ساكي، وبيطيروا هو وناسا علشان يروحوا ينقذوا عائله ناناتو. بتكون عائله ناناتو مخطوفين في الملاهي، وبالتحديد في مكان اسمه صندوق المرايا، وصندوق المرايا ده بيكون مقفول عليهم باحكام ومستحيل يخرجوا منه. بس الغريب اننا بنشوف ناناتو وهو داخل عليهم الاوضه اللي هم فيها، على الرغم من ان ده فخ واضح جدا. لكن ابن الغبيه بيدخل لهم وبيكون هجمي مبسوط جدا لانه دخل، وبكده هيكون نفذ اوامر الشخص اللي بيحبه. هو مره واحده
واحده بيهاجم مراي، والصدمه انه بيستخدم السهم الابيض لاول مره. بعدها بيظهر مترو، بتتحول المعركه لمعركه 2 ضد 1، وكمان بيظهر المجنح المسؤول عن هاجمي، وهنا بيتاكد مراي ان هاجمي واحد من المختارين. بعدها مترو بيقترح على مراي انه يسيب نانوتو ويهرب، وبيقول انه هو مش عايز يقتله دلوقتي. بس المضحك ان مراي بينسحب وبيروح يدخل الصندوق بتاع المرايه مع نانوتو وعيلته. بيقول له احنا لازم نطير جوه الصندوق ده علشان لو فضلنا واقفين هيستغل مترو الفرصه ويقتلنا بالسهم الابيض. بياخد مراي بنت نانوتو وبيطير بيها، ونانوتو بياخد مراته، وبيفضلوا يطيروا بلا هدف كده جوه الصندوق العجيب ده. بيتريق عليهم مترو وبيقول الهجمي لما يتعبوا من الطيران قول لي علشان اجي اقتلهم بنفسي. وجوه الصندوق بيقول مراي لنانوتو ان هو ما عندهوش خطه، بس بعد طيران وتفكير كتير بيقول ان لقيت الحل علشان نخرج من هنا. نانوتو بيقول له ما تقولش حاجه بصوت عالي لانهم بيتنصتوا علينا، بس الغريب ان مراي كان قاصد يتكلم بصوت عالي علشان يسمعوا. ومره واحده بتزيد سرعتهم لدرجه ان هم مش بيكونوا ظاهرين من بره، وهنا بيقول هجم المترو ان هم غالبا خرجوا. فبيقول له مترو يا غبي هم عايزين يوهمنا ان هم خرجوا علشان نفتح الباب ويقدروا يهربوا. بيعدي وقت طويل وبيبقى هجمي قلقان، وبيزيد قلقه لما بيشوف ان الحارسين بتوع مراي ونانوتو اختفوا، وبيبلغ مترو بكده. مترو بيكون زي منه خلاص وبيقول له متخلف هم كمان اختفوا علشان يخلينا نحس ان هم هربوا ونفتح الباب. وبالفعل بتكون ناسي وباري مستخبيين بعيد بيكونوا فاهمين الخطه بتاعه مراي. وعلى الناحيه الثانيه بيكون ريفل تعب من كتر ما بيحط القوارع الغريبه دي في دماغه، وبيطلع يكلم ساكي اللي فضلت مستنيه عوده مراي ونانوتو لحد دلوقتي. بيقول لها ريفل ان هو متضايق علشان مش عارف يساعد، وانه مجنح ضعيف وعديم الفايده. والغريب ان ساكي بتلاحظ انه بيعيط. المفروض اصلا الحراس اللي زيه مش بيعيطوا زي البشر. وفي لحظه غريبه بيشوف ريفل رؤيه من الحاكم الحالي، وبيقول له انت اتغيرت يا ريفل، بقيت بتدمع زي البشر، وعشان كده لقبك الجديد هو ريفل صاحب المشاعر، وكمان هتكون من الرتبه الثانيه بعد ما كنت من الرتبه الادنى، وبكده هتقدر تخلي ساكي تطير بجناح زيها زي مراي. وفعلا بتروح ساكي وباري، وهناك بيقابلهم الحارس المسؤول عن هجمي، واللي بيقول لهم انا بالتا صاحب الحدس. وحدس بيقول ان البنت اللي جت متاخر دي هي اللي هتقلب الموازين. فعلا بتستخدم ساكي البدله اللي صنعها نانوتو، وبتقدر تعطل الكاميرات اللي في المكان، والاهم بقى انها قدرت ترمي الاسهم الحمراء على هجمي والسهم جه فيه. بيتصدم جدا، ولما بيبص وراه بيشوف ساكي وبيقع في حبها على طول، بس في نفس الوقت بيكون خايف لا يخون مثلا الاعلى مترو، علشان كده بيكون متردد. وجوه صندوق المرايا بيكون لسه مراي ونانوتو بيلفوا حوالين نفسهم، ونانوتو بيكون خلاص على وشك انه يستسلم ومش قادر يكمل، وده بسبب المرض بتاعه. ولكنه بيفتكر كلام مراته بيزيد حماسه من جديد، وبيقول انا مش هستسلم ابدا. في الوقت نفسه بيصرخ هجمي باسم مترو، وبيقول ان هو مش عايز يخونه. وهنا مترو بيسمع صرخته بيساله عن اللي حصل، لكن بتيجي ساكي وبتظهر لهجمي وبتطلب منه انه ما يتكلمش، وهجمي بيكون واقع تحت تاثير السهم بالكامل. بعدها بيقول للمترو انه عايز يخش الحمام، ومترو بيكون شاكك بس بيوافق. بيخليه يروح، وبالفعل بيسيب السماعه بتاعته وبيطلع علشان يتكلم مع ساكي، وبيعرفها بنفسه وبيقول لها انه عايز يتكلم معاها وعايز يعرف عنها اكتر. فساكي بتقول له احنا نتعرف في كل حاجه، بس انقذ الناس اللي جوه صندوق المرايا ده علشان الناس دول اعزاء على قلبي. فبيروح هجمي ويضرب الصندوق بسيفه، وبيتصدم مترو وبيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول له حبيبتي عايزاني اخرج الناس اللي جوه دول. فبيفهم مترو على طول انه واقع تحت تاثير السهم الاحمر. بيقول له انت الخادم بتاعه لازم تسمع كلامي وتنفذ اوامري، بس بيرد عليه وبيقول له انا كنت الخادم بتاعك لاني كنت بكره العالم، كنت بشجعك علشان انت بتحاول تنهي العالم اللي انا بكرهه، بس دلوقتي انا بحب العالم ده وهعمل اي حاجه علشان اعيش حياه سعيده مع البنت اللي بحبها. بيفضل هجمي يضرب في صندوق المرايا بسيفه لحد ما بيعمل فيه شرخ صغير في السقف، ومترو بيقرر انه يروح يقتله هو وساكي. بعد كده بتظهر 3 شخصيات جديده، وبيكونوا اتباع لمترو ومعاهم اجنحه وسهام. واحد منهم بيروح يضرب هجمي، وبعد كده بيظهر مترو، وبكده بتكون ساكي لوحدها ضد 4. ولما بيحاول مترو يرمي عليها سهم احمر بيصد هجمي الهجوم ده، ومش بيحصل له حاجه لانه كده اتضرب بسهم احمر، فما ينفعش مترو يسيطر عليه. وجوه صندوق المرايا بيلاحظوا الشرخ اللي في السقف، ونانوتو بيضرب عليه بالمسدس بتاعه. ساعتها بيقدروا اخيرا يخرجوا من المكان الغريب اللي هم فيه ده. بياخد هجمي سيفه، وبتتقلب الامور راسا على عقب. بتبقى المواجهه كده 4 ضد 4، لكن بيقول نانوتو انه لازم يهرب بنته ومراته. فبيوافق مترو وبيقول له كده مش هنعرف نتقاتل وهم موجودين. فبتروح ساكي توصل مرات نانوتو اللي بتسالها عن اللي بيحصل، فبتحكي لها الحكايه كلها من اولها لاخرها، وبتفهمها ان جوزها بيعمل كده علشانها هي وبنتها. بعد كده وهم راجعين بيقول ريفل لساكي على حاجه مهمه، وشكل كده في خطه بتتعمل ومحدش عارفها. ساكي بتوصل بنت نانوتو، بيكون القتال على وشك البدء، بس الغريب بقى ان ال3 بيرموا الاسهم بتاعتهم على بعض. نانوتو بيرمي السهم بتاعه على مراي، ومراي بيرمي السهم بتاعه على ساكي. والفكره دي اتعملت ببساطه علشان محدش يرمي عليهم سهم احمر ويقدر يتحكم فيهم. بعدها بيبدا القتال بمواجهه ما بين واحد من رجاله مترو وهجمي. بيضرب عليه نار بعدد مهول من الرصاصات، لكن الرصاص ده مهما زادت سرعته بتكون بطيئه قصاد سرعه الاجنحه. وهنا بيقرروا ان هم ينفذوا خطه ريفل، واللي كانت ببساطه ان ساكي ومراي هيروحوا يربطوا اجنحتهم بجناح الشخص ده، وساعتها مش هيعرف يطير. فعلا بيقدروا يمسكوه لحد ما هجمي بيضربوا، وبيقدروا يوقعوه على الارض. لما بيقع بيتصدم ان ايده اتقطعت، وبكده يكون قدروا يهزموا اول واحد من رجاله مترو اللي اصلا كان واقف يتفرج ومش فارق معاه اي حاجه. بعد كده
بيأمر البنت اللي معاه اللي بيكون اسمها فوكو، وفوكو دي قدرتها باختصار هي الفيروس، بتقدر تنشر فيروس هي عاملاه، والفيروس ده بيقتل اي حد. بتعمل تجاربها ساعات على الفئران، وغالبا الفئران دي بتتحول لكتل دم حرفيا. بتقول لهم ان هي حاطه جهاز في قلبها، ولو ماتت الجهاز ده هينفجر وهينشر الفيروس في كل مكان في العالم. يعني ببساطه يا اما يسيبوها تموتهم لوحدهم، يا اما يموتوا معاهم كل العالم. هنا بيأمر مترو مراي انه يسلم نفسه، وبيقول له انه معاه رهاين كتير، ولو ما سلمش نفسه هيقتلهم كلهم. ومش بس كده، ده هيقتل ملايين البشر. بيتصدم مراي لما بيتخيل الفكره، وبيقول لنفسه يعني موتنا يساوي حياه ملايين الناس. اما عن مترو فبيكون واقف بشموخه فرحان ان السيطره رجعت ليه مره تانية، وبقى هو مركز القوه مش الضعف. فبيقول له مراي انت قلت انك مش هتقتل اي حد غير المختارين علشان تستولي على الحكم. فبيضحك مترو وبيقول له انت غبي وبتصدق اي حاجه، انا ذنبي ايه؟ بعدها بتؤمر فوكي مراي انه يقرب منها علشان تحقنه بالفيروس لوحده، وساعتها هيموت هو بس ومش هيموت ملايين البشر. فبيتقدم مراي وبتكون ساكي بتعيط علشان مش عايزاه يموت، وفي نفس الوقت بيفكر ان ناتو افترض تخرجهم من الورطه اللي هم فيها دي. بيحاول هجم يمنع ساكي من انها تتقدم علشان ما تتاذيش، في الوقت اللي مراي فيه بيوقف واللعبه الدواره دي، وبيتقدم بخطوات هادئه نحو الموت حرفيا. بيكون ناتو هيتجنن وبيحاول يوصل لحل، ومع كل خطوه بيخطيها مراي بيزيد الحماس لحد ما اخيرا بيوصل ناحيه فوكو، واللي بتكون ماسكه في ايدها حقنه وفي ايدها الثانيه جهاز، ولو دست عليها يخلي الفيروس ينتشر في العالم كله ويموت الناس كلها. لكن مراي بيسلم نفسه تماما، وبمجرد ما بتيجي تحقنه بالفيروس بيبعد ايدها، فبتروح علشان تدوس على الزرار بتاع الجهاز، واول لما الفيروس بيبدا ينتشر بيقدر مراي يضربه بالسهم الابيض بتاعه. بالطريقه دي بيقدر انه يهزم فكره فوكو الشيطانيه، وفعلا السهم ده بيدمر الفيروس، وكل الموجودين بيتصدموا، وبيكون ناتو منبهر بعبقريه مراي. بيأمر انه يقتل فوكو في اسرع وقت، ولكن مراي بيتردد، وبيكون برضه لسه مش عايز يقتلها، وبيقعد يفكر في كلام امه وابوه وشكلنا مش هنخلص. بيقع ناتو وبيحاول ياخد سلاح علشان يقتل نفسه، ولكن حتى ما بيكونش قادر يدوس على الزناد، وبيكون لسه مراي متردد ومش عايز يقتلها. في اللحظه دي مترو بيحضر سهمين، سهم احمر وسهم ابيض، وكل ده علشان يرميهم على مراي. في الوقت ده اول لما بيرمي السهم بتجري ساكي علشان تنقذه، وفوكي بتحاول تحقن مراي بكذا حقنه علشان يعني تربطه لحد ما السهم الابيض يجي فيه، او على الاقل يموت بالفيروس بتاعها. وفي اللحظه دي بتتدخل ساكي وبتكون على وشك انها تتقتل، لكن بيظهر هجم وبيقطع كل الحبال المربوط بها الحقن، وبيقدر مراي يصد الاسهم بتاعه مترو، وهجم للاسف بيتصاب حقنه من الحقن دي وهو بيحمي ساكي. بيتصاب بالفيروس الغريب ده وجسمه كله بيبقى كتله من الدم، بس في المقابل بيغري سيفه في قلب فوكو بيموتها. للاسف بيختفي هجمي بسبب الفيروس اللي عنده، وبتاخد ساكي السهم الاحمر بتاعه وبتعيط عليه. في الوقت ده بيقول لهم مترو ان هجمي مات بسبب تردد مراي الغبي ده، وان لو بصينا للموضوع بزاويه تانية هنلاقي ان مراي هو اللي قتله بتردده. بيصرخ ناتو وبيقول له ما تسمعش كلامه وما تخليهوش يسيطر عليك، لكن مراي بيقول ما ينفعش حد تاني يموت ولازم الناس تعيش بسعاده. فبيضحك مترو على كلامه وبيقول له هم دول ناس؟ يعني واحد زي هجمي ده عيل نكره ومالوش اي 30 لازمه يعيش ليه اصلا؟ الناس اللي زي هجمي دول شويه صراصير ولازم ندوس عليهم علشان يموتوا. بيتريق على مراي وبيقول له ولا انت كمان بتخاف تقتل الصراصير؟ بيكون المرض سيطر على ناتو في الوقت ده ومش قادر يتحرك، وساعتها مترو بيستغل الفرصه وبيرمي عليه سهم ابيض، لكن مراي بيلحقه بيتصدى للسهم ده وبيقول له هوديك المستشفى، لكن ناتو بيقول له لا انا لازم اشوف مترو وهو بيموت. فبيروح مراي يديه لساكي وبيقف علشان يقتل اخر فرد من رجاله مترو، واللي بيكون يا عيني عيل صغير. فبيقول له ناتو انت هتستخبى ورا عيل صغير علشان انت شخص جبان. فبيرد عليه مترو بسخريه وبيقول له ايوه معاك حق، بس الواد اللي لابس قناع غريب ده بيخاف وبيقول له انا مش عايز اموت، وبيقعد يعيط وبيقول انا عايز امه، وفي الاخر بيهرب. بيتعصب مترو بيقول انا معتمد على شويه بشر اغبياء، عيل صغير وواحده بتصنع فيروسات وجندي مختل، وان دلوقتي لازم يقاتل بنفسه، بس المشكله عنده كده كده اللي هيقتله ده بيخاف يقتل الناس ومش هيقدر يعمل له حاجه. بيقول له مراي انا فعلا مش هقتلك بس هستخدم ضدك السهم الاحمر. بيضحك مترو بيقول له هو ده اخرك يعني؟ بعدها بيحضر السهم الابيض وبيقول له تفتكر هخاف من واحد بيخاف يقتل الصراصير؟ هنا بيرد عليه مراي بيقول له انا بخاف اقتل الصراصير صح، بس انت اقل من الصرصار بالنسبه لي. فبيقول له مترو هو انت فاكر انك هتستفزني بكلامك ده؟ بالعكس انا كده كده هفوز لاني هقتلك بالسهم الابيض، وكمان ايه رايك لما نخلي القتال ده يمشي بقواعد معينه؟ وهنا بيصرخ ناتو بيقول له ما تسمعش كلامه ده اكيد بيحطك في فخ من فخاخه. فساعتها مترو بيرد عليه وبيقول له طب خلاص مش مشكله، ممكن انت اللي تحط قواعد القتال طالما كده كده ما حدش فيكم هيثق في اللي هقوله. فبيقترح مراي ان هم ما يهربوش من بعض، وان كل واحد فيهم يرمي السهم على الثاني. بيوافق مترو على الاقتراح ده وبيستعد للهجوم، وقبل ما القتال يبدا بيتدخل ناتو بيقول لمراي ارجوك لو انت مش عايز تقتله سيبني اقتله بعد ما تضربه بالسهم الاحمر، انا لازم اقتله باي شكل من الاشكال. فبيوافق مراي وبيبدا القتال بضربه من مترو. مراي بيقدر يتصدى ليها ودلوقتي بيجي دوره هو في الهجوم. فعلا بيهاجم مراي ولكن مترو بيصدها وبيخلي مراي داخل في حاله صدمه. بيقول له هو انت فاكر ان انت الوحيد اللي بتعرف تصد الاسهم ولا ايه؟ وهنا بيجي دور مترو اللي بيتحرك 3 خطوات لقدام، وده قانون اللعبه اللي هم عملوه. بعد كل مره الخصم بيهاجم فيها بتتقدم 3 خطوات لقدام علشان المعركه تشتعل وكل يبقى مستني النتيجه. ساعتها بيتكلم مترو معاه بيقول له انا لازم ابقى الحاكم، وبنشوف ماضي مترو اللي بيكون وريث لعيله غنيه وبتكون معاه اخته رايا. بنشوف انه كان بيحبها جدا وبيعاملها احسن معامله، وفي يوم من الايام جت رايا وقالت لاخوها انها بتحب واحد من العامه، فبيقول لها انه ما
ما ينفعش تقربي من واحد من الحسالة دول، وبيقوم شادد ايدها لكنها بتخاف منه وبتحاول تهرب، ولكن في اللحظة اللي بتحاول تهرب فيها بتقع من فوق وللاسف بتموت. وساعتها مترو بيكون عارف ان هو السبب في موت اخته. بيتظاهر انه دفنها وبيدفن صندوق فاضي وبيكون محتفظ بجثتها في وعاء تلجي ضخم. وفي وقت من الاوقات حاول ينتحر وظهرت له الحارسة المسؤولة عنه علشان تغير حياته تماما. بنرجع تاني للقتال وبيرمي مترو السهم بتاعه، لكن بيقدر مراي انه يصده للمرة الثانية. في الوقت ده بنلاقي ان القتال بيتم بس في كل مكان في البلد، وبنعرف ان الواد الصغير اللي هرب ده هو اللي عمل كده، وانه كان بيمثل عليهم انه خايف. دلوقتي مراي بيتقدم الخطوات بتاعته علشان يرمي السهم، بس مترو بيقول له انا مش فارق معايا غير الانتصار في النهاية، مش فارق معايا انت ولا الحراس ولا الناس كلها، ولا فارق معايا المختارين. هنا الناس كلها بتستغرب الكلام ومحدش بيبقى فاهم حاجة، لا الناس العادية ولا حتى المسؤولين عن الدولة. بس بتسأله ساكي وبتقول له هو ايه اللي حصل في حياتك خلاك كده؟ ايه اللي خسرته في حياتك حولك لوحش بالشكل ده؟ بيتعصب مترو بيقول لها خرسي، وبيتهمها انها بتحاول تفقده تركيزه علشان صاحبها يكسب القتال. بس مراي بيقول له انها ما تقصدش ده، وبيقول له انا هقتلك لحد النهاية بعدل، وكمان بيقول له ان انا هرمي عليك السهم دلوقتي علشان ما يفكرش ان هو بيحاول يخدعه. فعلا بيرمي السهم، وفي اللحظة الأخيرة بيقدر مترو ان هو يتصدى ليه. بعدها بيتقدم والامور بتزداد صعوبة، وبيفكر مراي في الضربة اللي جاية. فعلا بيتجنب مراي الموت في الثانية الأخيرة، وبيقدر يصد السهم بتاعه. وبعدها بيقول للمترو انت متكبر وشايف نفسك المختار، ودي مش الحقيقة. مفيش حاكم ينفع يكون عنده الشخصية الغريبة دي. انت فاكر ان البشر كلهم اقل منك، بس في الحقيقة الناس كلها زي بعضها حتى انت. لكن بيرد عليه مترو وبيقول له انه هيبقى حاكم عادل، ومش هيخلي حد فقير، وهيخلي الناس كلها يكونوا متساويين في الحقوق. هيعاملهم بالعدل ومش هيخلي حد فوق حد لانه صاحب منصب او معاه فلوس اكتر، وعشان كده لازم اقتل كل اللي شبهك. ما بيفهمش مراي كلامه، بس الصدمة ان مترو بيقول له انه هيقتل كل الفقراء والغير متعلمين علشان العالم يكون مكان افضل. هنا الناس كلها بتتصدم واغلبهم بيعترضوا على كلامه، بس في الوقت ده بيكون دور مراي في الهجوم. بيقول له مترو لو ضربتني بالسهم الاحمر والسهم الابيض بتاعي ضربك يبقى انا اللي كسبت، علشان ساعتها هتكون انت ميت، وحتى لو ضربتني بالسهم الاحمر مش هيحصل لي حاجه وتاثيره هيروح بمجرد ما انت تموت. وبرغم كل اللي اتقال ده مراي بيكون شاكك ان هو مترو الحقيقي، ومع ذلك مترو بيشيل القناع وبيوريه وشه، وهنا بيتاكد ان هو الحقيقي فعلا. بعدها بيبدا مراي في الهجوم، ولكن المره دي بهجوم مختلف لانه جرى ناحيته وما رماش السهم زي ما كان المفروض يعمل. وهنا بيرمي مترو عليه السهم علشان يقتله، لكن مراي بيصده بسرعه خارقه. بيهجم عليه مره ثانيه بالسهم الاحمر وما بيلحقش مترو انه يصده، بس الصدمه ان السهم ما بيعملش فيه حاجه. وساعتها بنعرف ان في حد رامي سهم احمر على مترو قبل كده. يا ترى مين هو الشخص ده؟ وهنا بيفهم مراي ليه مترو واثق كده من الفوز. ولكن برغم كده استخدم مراي خدعته الجديده، وهو انه ربط جناحه في وش مترو، وبكده بيحجب عنه الرؤيه بشكل كامل. كده مترو مش هيعرف يوجه ناحيته الاسهم مره ثانيه. بيحاول انه يقتل مراي بسكينه، لكن البدله بتاعته بتحميه، وهنا بتتدخل ساكي وبتحاول تمنع مترو ان هو يهرب. فبيتعصب مترو جدا وبيضربهم هما الاثنين بقوه لدرجه انه بيعور ساكي في وشها، لكنها بتتحمل وبيفضلوا ماسكينه لحد ما بيقول لها مراي تستخدم الحلقات بتاعتها علشان يعملوا رابطه ثلاثيه مع مترو ويكتفوه. ولما فعلا بيعملوا الرابط، نانوتو بيقول لهم شكرا لكم وسيبوا الباقي عليا انا. بيجهز نانوتو الاسلحه بتاعته، بيكون خلاص هيقتله، بس في نفس الوقت مش قادر يتحرك وحرفيا بيلفظ انفاسه الاخيره. دلوقتي العالم كله بيتابع اللي بيحصل، وعلى الجانب الاخر بنشوف مترو وهو بيترجى مراي علشان يسيبه، بيقول له انت ما كنتش عايز حد يموت دلوقتي هتسمح له يقتلني. لما مش بيلاقي رد على كلامه بيقول لهم انا عملت كل ده علشان اختي الميته، وكنت بتمنى امتلك القدره اللي اقدر ارجعها بيها تاني للحياه، لكن خلاص انا مش هقتل اي حد تاني، وتقدروا تحبسوني في اي مكان تحبوه علشان تتاكدوا ان انا خلاص مش عايز ابقى حاكم او اي حاجه تانيه، بس سيبوني عايش وانا هديكم كل ثروتي. لكن للاسف نانوتو بيكون خلاص قدر يدوس على زينته وبيرمي طلقاته اللي بتوصل لمترو وبتقتله. وبنكتشف ان الواد الصغير اللي هرب من شويه ده هو اللي كان بيتحكم في مترو، وبيفرح جدا لما بيموت وبيقول اخيرا مات الساذج ده. بعدها بنشوف الحلقات اللي كانت مع مترو وهي بتروح للشخص اللي رمى عليه السهم الاحمر من الاول. نانوتو بيقع على الارض وبينقلوه للمستشفى بسرعه، وهناك بيتحكموا في الدكتور وبيقول لهم للاسف الحاله متاخره جدا جدا، وبيطلبوا منه انه يجيبوا عيلته. ولما مراته بتوصل بيقول لها للاسف مفيش حاجه في ايدينا ممكن نعملها، وعشان كده دي هتكون الفرصه الاخيره علشان تودعيه. وبالفعل بيموت نانوتو بعد ما حقق هدفه هو انه يخلص العالم من مترو. بتيجي الحارسه اللي كانت مسؤوله عنه وبتدي لمراي وساكي الحلقات بتاعته، وبتقول لهم انتوا اللي حق انكم تستعملوا الحلقات دي. بعدها بنشوف الشرطه وهي بتحقق في الموضوع كله، وبيكونوا عايزين يوصلوا لباقي المختارين علشان يفهموا الحكايه اكتر. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف مراي وهو واقف بيقول لو مرات نانوتو عرفت ان جوزها قتل حد وانه كمان كان بيساعدنا على كده هل هتسامحنا؟ فبتقول له ساكي ان هم مالهمش ذنب، وان نانوتو عمل كده بكامل ارادته علشان كان عايز يخلص العالم من شر مترو. هنا بيلاحظ مراي ان هي لسه تحت تاثير السهم الاحمر بتاعه، فبيسال ناسي اذا كان في طريقه يقدر يفك بها التاثير ده، فبتقول له ان لازم يعدي 33 يوم او اي حد فيكم يموت. هنا بتتضايق ساكي وبتقول له هو انت زعلان علشان بقرب منك؟ فبيقول لها لا بس انا ما كنتش حابب تكوني تحت تاثير السهم ده، لكنها بتقول له انا كده كده بحبك سواء بالسهم او من غير السهم. وهنا اخيرا بيحس مراي ان هي فعلا بتحبه وبتقول له الحقيقه. بعدها بيقول لها احنا لازم نعرف مين الشخص اللي اخذ الاسهم بتاعه مترو. وفي نفس الوقت ده بنشوف الحارس بتاع هجمي وهو قاعد مع الطفل الصغير ده، بيقول له انا مبسوط انك ساعدتنا في تحديد مكان مترو وخليتنا استغله. وبنكتشف انه اتضرب بالسهم الاحمر وقت لما كان واقف مع مينا صاحبه في المدرسه، ومن وقتها والطفل الصغير الرخم ده قدر يتحكم فيه، وكمان امره انه يقتل مراي ونانوتو علشان
ياخد الاسهم بتاعتهم. وطبعا مترو كان مطيع لانه كان متاثر بالسهم الاحمر. وعلى الجانب الاخر بنشوف مراي وهو بيحسب عدد الاسهم اللي بقت معاه هو وساكي بعد المعركه الكبيره اللي حصلت. وتاني يوم بيقعد مراي يتغدى مع ساكي بيقول لها ان اكلها لذيذ جدا. وفي نفس اللحظه بنشوف اجتماع ل6 من الحراس ومنهم ناسي وريفل طبعا. والكلام ده معناه ان عدد المختارين اللي باقيين هم 6 اشخاص فقط. والاجتماع ده كانوا بيتناقشوا فيه ان ال6 المختارين اللي باقيين هيكملوا طريقهم في القتال ولا لا. بس بنعرف ان كده فاضل حوالي 800 يوم على نهايه الاختبار. ولو فضل ال6 عايشين لوقتها هيتم اختيار واحد منهم. ولو قتلوا بعض وفضل واحد منهم هو اللي اكيد هيكون الحاكم الجديد. وبعد فتره قصيره بيوصل ريفل وناسي وبيقول لساكي ومراي ان في واحد من المختارين طلع في التلفزيون. وفعلا بيلاقوا الواد الصغير واللي قاعد بيتكلم وبيعترف ان هو واحد من المختارين وانه كمان هو اللي صور كل حاجه في المعركه اللي حصلت ما بين مراي ومترو. فبيستنتج مراي ان الواد هو اللي اخد الحلقات بتاعه مترو. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الشرطه وهي بتحقق في ملف الواد ده وبيعرفوا اسمه وعنوانه. في نفس الوقت ده كان قاعد بيحكي للناس عن كل حاجه وبيعرفهم حياه المختارين والحراس. وكمان بيقول لهم ان كان طفل عادي بس حياته كانت ممله. كان وحيد وما عندوش صحابه. في يوم من الايام قرر انه ينتحر عن طريق انه ياخد كميه كبيره من الادويه. لكن في اللحظه الاخيره ظهر له الحارس ومنعه. وبعد ما بيحكي للناس الحكايه كلها بيطلب منهم ان هم يساعدوه علشان يكون الحاكم الجديد عن طريق ان هم يدوروا على باقي المختارين ويعرفوا مكانهم. هو بيقول لهم ان اهم واحد من المختارين دول بالنسبه له هو مراي. وبنفهم ان الواد ده شايف ان مراي هو الوحيد اللي يستحق يكون الحاكم الجديد للعالم. بس ساكي بتسال ريفل وبتقول له لو المرشحين كلهم اتفقوا ان مراي يبقى الحاكم الجديد هل ده ينفع وهيكون مقبول ولا لازم يقتلوا بعض في الاخر؟ فبيقول لها انه ممكن فعلا لكن لازم ال5 المتبقيين كلهم يبقوا موافقين على كده. ولو واحد فيهم رفض مش هينفع ولازم القتال يحصل. في الوقت نفسه بتسمع المذيعه في السماعه ان الشرطه هتهجم على المكان علشان يقبضوا على الطفل ده. فعلا بتدخل الشرطه وبترمي عليه شبكه بس بيقدر يهرب منها في لمح البصر. والسبب في كده الاجنحه بتاعته. بيقول لهم انتوا مش هتقدروا تمسكوني. وبيقول للناس اخر جمله وهي دوروا على باقي المختارين. الموضوع بينتشر جدا والحكومه بتتدخل وبتعمل اجتماع علشان يلاقوا باقي المختارين. وبيقولوا انه هيكون في خطر على البلد لو فضلوا متسابين كده. في الوقت ده بنشوف مينا صاحب مترو وهو قاعد مع خطيبته وبيتصدم لما بيلاقي واحد بيراقبهم. فبيفهم ان هو متراقب علشان كان صاحب مترو وبياخد خطيبته وبيهربوا بسرعه. بعد كده بنشوف ساكي وهي بتقول لمراي ما تيجي نهرب من البلد دي خالص ونسيب المختارين دول يموتوا في بعض وملناش دعوه بكل ده. فبيقول لها لو عملنا كده هنبقى خذلنا نانتو اللي ضحى بحياته علشان يخلص العالم من الشر. بس ساكي بتفضل قلقانه. وفي يوم مراي وهو راجع من المدرسه بتظهر عربيه غريبه واللي راكبها بيقول له اركب العربيه دي فورا. بيكون واضح عليه انه هو مش شرطه بس بينزل من العربيه وبيقول له احنا عارفين انك من المختارين. ساعتها بيطلع مراي سهم احمر علشان يهاجمه. فبيقول له الحكومه عايزه تقبض على المختارين بس انا معاكم وبشجعكم وعايز ادعمكم جدا. وبيقول له لمراي هو انت استخدمت انهي سهم فيهم الاحمر ولا الابيض انا مش شايف. وبعدها بيقول له ان في واحده دلوقتي بتحقق مع ساكي. ووقتها بيسمعوا صوت فبيجري مراي ناحيه ساكي وبيلاقي المحققه واقعه على الارض ومضروبه بسهم احمر. بيحاول المحقق يعرف ايه نوع السهم اللي هي اتضربت بيه وبيسالها مين اكتر حد بتحبه. فبترد عليه بتقول له ان هي بتحب ساكي ومستعده تموت وهي بتخدمها. بيتضايق المحقق جدا وبيقول لها ان المحققه دي تبقى مراته وان مش عارفه ترجع لطبيعتها تاني ولا لا. فبتقول له ساكي ان بعد شهر هترجع زي ما كانت تاني. بس بيصدمها المحقق وبيقول لها مش مهم ترجع المهم ان كلام سمو الطفل الصغير طلع صح. بيقول لهم ان اسمه هوشي وانه عايز يساعدهم. وبعدها بيروحوا معاه بيقول لهم ان عدد كبير من المحققين دلوقتي بيسعوا ان هم يقبضوا عليهم ومع مرور الوقت هيكشفوا حقيقتهم للعالم كله. وانا هنا علشان اساعدكم تهربوا من الناس دي. وكمان بيقول لهم ان كل دول العالم اطلقت جواسيس علشان يدوروا عليهم وخصوصا على مراي. وده لانه الوحيد اللي اتذكر اسمه بشكل واضح تقريبا من الطفل سومو. بعدها بيوديهم بيته علشان يكونوا في امان اكتر. وبيجي له اتصال بيسالوا عنهم. فبيقول لهم ان هو ما عرفش يوصل لهم. وبعد ما بيقفل بيقول لهم ان هو لازم يروح يقابل باقي عملاء المخابرات. وبعدين بيديهم موبايلات جديده وبيطلب منهم يكسروا تليفوناتهم القديمه علشان اكيد هي متراقبه. بعد فتره بيرجع الراجل ومراته تاني بس المره دي بيقولوا ان في واحد من المختارين اتقبض عليهم. وبعدها بيقعد معاهم وبيحكي لهم مراي عن اللي حصل. وهنا بيقلق هوشي ان ولد صغير في السن ده معاه كل القوه الهائله دي. بعدها بيطلب من ساكي انها تدي مراته يومك جناح علشان تساعدهم. وكده كده ساكي معاها الجناح بتاع نانتو ومش محتاجاه. فعلا بتديها الجناح وبتقدر تطير وكمان بتشوف الحراس وبتفضل تتكلم معاهم وتوصف شكلهم لجوزها. بعدها بيعرفهم على البنت اللي اتقبض عليها وبيكون اسمها تيماري. فبيقول له مراي ان كده فاضل 2 مختارين مجهولين وما نعرفش عنهم اي حاجه. بيبداوا يدوروا على الباقي لحد ما بيروح مراي وبيقبض على مينا صاحب مترو القديم. بيترعب مينا وبيقول له انا ماليش دعوه باي حاجه ما تقتلنيش. بيستغرب مراي وبيفهم انه قادر يشوف السهم. فبتيجي ساكي وبتقول له اضربه بسهم احمر ده اكيد مختار من الرتبه الاولى. بيقول لهم مينا انا ما اعرفش اي حاجه ولا رتبه اولى ولا رتبه ثانيه ولا ثالثه. بس بيضربوا مراي بالسهم وبيكتشف ان هو كان عارف كل حاجه بسبب ان هو صاحب مترو. فبيقرر مراي انه يفضل معاهم. بيقول مراي ان فاضل كده 2 من المختارين منهم واحد من الرتبه الخاصه. بعد كده بنشوف واحد من ال2 المختارين وبنعرف انه طفل برضه بس قصته مختلفه. ده رمى الاسهم الحمراء على عيلته واغلب اخواته وخلاهم ينتحروا. ودلوقتي بيوجه السهم على اخر اخ عايش ليه. فعلا بيرمي عليه سهم بس في اللحظه الاخيره بيتدخل سهم تاني وبيصد الضربه. بيكون السهم ده سهم مراي. بيحكي لهم ان رمى السهم ده على جده وامره يموت علشان يرتاح من مرضه. ورمى السهم ده على ابوه وخلاه يرمي نفسه في النهر. فبيقول له مراي ان هم عارفين انه اتسبب في قتل امه. وهنا الواد بيستغرب وبيقول له انت عرفته ازاي. بس بعدها بيقول له ان لما بيرمي السهم الاحمر على الناس اللي دمرته نفسيا بيامرهم ان هم يموتوا بيلاقوهم مبسوطين. وده لان الناس كلها جواها رغبه في الموت بس مش
مش كله عنده الشجاعه انه ينتحر. فمراي بيقول له اللي انت بتقوله ده غلط. فالولد بيقول له ان الحارس اللي معاه متفق في كلامه، وبنعرف ان الحارس اللي مسؤول عنه اسمه اوجرا وبيكون مشهور بمجنح الظلام. بيكمل الواد وبيقول له انا كنت فاكر ان الطريقه دي بتساعد الناس عن طريق ان هم يخليهم ينتحروا، بس مراي بيقول له اللي انت بتعمله ده اسمه جريمه يا ابني. بيستغرب الولد من كلامه بيقول له خلاص انا هخلي اخويا ينتحر وهنتحر انا كمان بعدها وبكده تكون النهايه. بيمنعه مراي وبيقول له انت لازم تعيش حياتك وتدور فيها على السعاده بدل ما انت بتهرب منها بالانتحار. بيكون الواد لسه مش مقتنع بالكلام ده لحد ما بيتدخل منه وبيقول له لازم تعرف ان اي حد هيموت هيكون في ناس بتحبه وهتحزن عليه. بيقول له انت بتفكرني بمترو، بس الفرق ما بينك وبينه انه كان عايش حياته بشكل عادي وكمان كان قريب من ناس كتير. حتى لما فهم ان عرفت حقيقته ما فكرش انه يأذيني، وده لانه عارف ان صديقه مستحيل افكر في اي تسبب اذى ليه. ولما مترو مات انا زعلت عليه لانه كان اقرب صديق ليا رغم انه كان شخص مغرور وعنده عيوب كتير. علشان كده انت لازم تعيش حياتك وتكون صداقات وتحب وتتحب علشان يبقى في ناس مهتمه بامرك وانت مهتم بامرهم، ولما تموت يزعلوا عليك. الغريب ان الواد بيقتنع بكلام مينا وبيقول له ان انا مش هخلي اخويا ينتحر لكن انا اللي هنتحر لان الحياه دي مش فارقه معايا اصلا. فبيقول له ريفل ان ما ينفعش لان احنا محتاجينك علشان نحدد الحاكم الجديد. هنا بيرد الواد وبيقول انه مش مهتم بمين الحاكم الجديد وانه لو مات مش هيبقوا محتاجينه اصلا علشان يحددوه. فبيتدخل مراي وبيقول له حكومه اليابان والبلاد التانيه بتدور على المختارين علشان يقتلوهم، وحاليا فاضل واحد بس احنا ما نعرفش مكانه ولازم نوصل له قبل ما الحكومه توصل له. فبيوافق الواد وبيقول له انه هيكون معاهم لحد ما يتم اختيار الحاكم الجديد، بس بعد كده ما يمنعهوش ان هو ينتحر. بالفعل بيروح معاهم وبيقابل هوشي ويوميكي، وهناك بيكون مكسوف وبيروح يقعد لوحده لانه كان طول عمره منطوي وبيخاف من البشر. بعدها بنعرف ان الواد ده اسمه شوجي والحارس بتاعه من الرتبه الاولى. بيتكلموا وبيقول ان لسه واحد بس من المختارين اللي مجهول. اما البنت تماري فهي دلوقتي محبوسه مع المجنح بتاعها ولازم نلاقي المختار الاخير قبل ما هو كمان يتحبس، علشان لو حصل فهنضطر ندخل في صراع ملهوش اي لازمه مع الحكومه. بعد كده هوشي بيقول لهم ان عنده خطه خلوهم يوصلوا للمختار الاخير. الخطه دي ان مراي وساكي يظهروا في العلن ويتكلموا مع الناس. فعلا الناس بتتلم ومراي بيتكلم وبيقول لهم ان احنا مش هنأذي حد وبنطلب من كل المختارين يسمعوا ان احنا بنجتمع بيهم علشان نتناقش مع بعض. فعلا بيظهر الطفل سومو بس بيرمي على مراي سهم احمر علشان يتاكد ان مراي الحقيقي، ولما مراي بيصد هجومه بيكون مبسوط ومتحمس وعايز يفضل يهاجمه كل شويه، لكن مراي بيقول له احنا لازم نتكلم مع بعض بعيد عن هنا. فعلا بيوافق سومو وبيروحوا يتكلموا في مكان بعيد عن البشر، وهناك مراي بيقول له ان احنا لازم نتحالف مع بعض علشان نوصل لباقي المختارين. فالواد بيوافق على كلامه ومراي بيديه موبايل علشان يقدر يتواصل معاه لو عارف مكان المختار الاخير. بعدها بنشوف ناسي وريفي اللي هو عند تيماري المحبوسه وبيتكلموا معاها، وعشان هم مش مرئيين للبشر العاديين محدش من الحكومه بيفهم اللي بيحصل. بيفتكروها بتتكلم مع الحارس بتاعها اللي موجود معاها علشان كده هم مش شايفينه. وبتفهم تيماري ان لو حصل اجتماع ما بين الخمسه المختارين هيقدروا بسهوله ان هم يوصلوا للمختار الاخير، وساعتها هيتم تحديد مين هو الحاكم الجديد للعالم. بعدها بيظهر على شاشه ماري وهي واقعه على الارض، وهناك بيكون موجود هوشي اللي بيأمر 3 من رجالته يدخلوا عندها الاوضه علشان يشوفوها. فعلا بيدخلوا ال3 علشان يشوفوا مالها، بس الصدمه انها مره واحده بترمي عليهم اسهم حمراء وبالتالي بيكونوا تحت امرها. بتأمرهم ان هم يساعدوها تخرج من المكان ده وفعلا بيخرجوها، لكن بتتصدم لما بتلاقي عدد كبير من رجاله الشرطه مستنيها. وهنا بياخدها واحد من ال3 وبيدخلها في غرفه من غرف القصر الغريب ده. بيضرب النار على الكاميرات، ولكن الكاميرات الخارجيه بتظهر تيماري وهي بتهرب. بس الصدمه بقى ان هم بيكتشفوا ان ده الراجل اللي كان معاها وانها بدلت هدومها معاه وخلتهم يفتكروا ان هي قدرت تهرب من مكان تاني من غير ما حد يحس. وفي الوقت ده بيظلها سومو ومعاه مراي وساكي وبيديها سومو جناح من الاجنحه اللي معاها علشان تقدر تطير زيهم. بعدها بنشوف عدد من الناس وهم بيعملوا مظاهرات وبيأيدوا فيها سومو وبيكونوا عايزين هو الحاكم، بس في ناس تانية بتعترض وبتقول لهم ان المختارين دول شياطين وبيخربوا اي مكان يكونوا موجودين فيه. بتروح تيماري تقعد معاهم في شقه هيوشي ويوميكي، فبيقول هيوشي احنا كده معانا 5 من المختارين وفاضل واحد بس. الواحد ده مجهول عننا ولازم نلاقيه في اسرع وقت ممكن. وكمان بيقول لهم بما اننا 5 دلوقتي المفروض نختار مين اللي هيبقى الحاكم الجديد. بيقول لهم سومو انا كده اعلنت ان انا بحب مراي وعايزه يكون الحاكم الجديد، وكمان ساكي بتقول ان ما عندهاش مانع ان مراي يكون هو الحاكم. في الوقت ده بيسال شوجي المجنح بتاعه هو لو حد بقى الحاكم ايه اللي يقدر يعمله. فبيقول له ان الحاكم الجديد هيكون قادر على استخدام الاسهم بعدد لا نهائي، وكمان ممكن يسمح للمختارين الباقيين ان هم يفضلوا عايشين. ومش بس كده، لا ده كمان يستخدموا الاسهم والاجنحه بشكل طبيعي. بس الحاكم الجديد هيكون مسؤول عن العالم كله، وعشان كده مش هيعيش مع باقي البشر. الكلام ده بيضايق تيماري لانها بتكون عايزه تعيش حياتها مع البشر عادي، وهنا بتقرر انها مش عايزه تكون الحاكم وبتقرر توافق على مراي. بيتضايق منها وبيقول انا مش عايز مراي يسيب العالم لانه شخص وصديق طيب. مراي هنا بيقطع كلامهم ويقول لهم هو انتوا بتقولوا يا جدعان انا عايز اعيش حياتي بسعاده ومش عايز حتى يكون معايا الاجنحه ولا الاسهم، انا عايز اعيش حياتي كانسان عادي وبس. فبيتدخل شوجي وبيقول لهم خلاص انا هكون انا الحاكم واخلي كل واحد فيكم يختار بنفسه اذا كان عايز يكمل بالاسهم والاجنحه ولا مش هيكمل بيهم. بس بعدها بيتدخل سومو اللي بيكون سامع الاجتماع من خلال الموبايل وبيقول لهم احسن حل اننا نعمل تصويت على مين هيبقى الحاكم الجديد. بالفعل كلهم بيختاروا شوجي ان هو يبقى الحاكم الجديد، بس هوشي بيقول ان كده ال5 اختاروا مين هيبقى الحاكم الجديد، بس لسه فاضل المختار السادس. بموافقته على القرار ده هتكون كل حاجه انتهت. لكن في اللحظه دي بيتدخل المسؤول عن شوجي وبيقول لهم الموضوع مش سهل زي ما انتم فاكرين. الحارس اللي فاضل ده هو حارس الدمار واللي مستحيل يخلي المسؤول عنه يوافق بالسهوله دي. وهنا بيفهم مراي انه قدام تحدي اخير ولكنه هيكون اصعب بكتير من التحديات اللي مر بيها قبل كده. وفي
وفي مكان ما بعيد بنشوف المختار الاخير اللي بيكون عالم مشهور واسمه يونيدا. شخصيته بتكون غريبه لانه بيقول للحارس بتاعه ان العالم ده محتاج شرير يحكمه، محتاج شخص زي كندي اللي كان عامل نفسه بطل ومسمي نفسه مترو. بعد كده بنشوف الابطال بتوعنا هم بيودعوا هيوشي ويوميكي علشان تبدا رحلتهم في البحث عن المختار الاخير. بيشكروا هيوشي بيودعهم راي بيقول له انا لازم اشكرك لانك ساعدتنا كتير، وعشان لو حصل وفقدنا الذاكره لاي سبب يبقى انا شكرتك. بعدها بيطلبوا من مينا خوشوجي ان هو يفضل معاهم ويساعدهم في تحقيقاتهم. بعد كده بيروحوا الخمسه وبيظهروا نفسهم قدام الناس كلهم وهدفهم ان هم ينتظروا المختار الاخير. فعلا بتظهر الحارسه المسؤوله عنه واللي بيكون اسمها موني، واللي بتقول لهم المختار اللي انا مسؤوله عنه حابب يعرف وجهه نظر كل واحد فيكم لما يبقى الحاكم الجديد هيعمل ايه. هنا بتقول لها تيماري ان هم بالفعل اختاروا واحد علشان يكون الحاكم الجديد، وهنا بتقول لها موني ان المفاوضات انتهت، كانت على وشك انها تمشي لكن بيطلب منها مراي انها تستنى، وبيقول لها يعني لو كل واحد فينا شرح هيعمل ايه لو بقى الحاكم الجديد ده هيخلي المختار الاخير يظهر. فبتقول له لا، ببساطه هو عايز يعرف عليكم لانه بشري عقله يفوق عقلكم بمراحل. في الوقت ده بتظهر طيارات حربيه وبيكون هدفهم ان هم يقبضوا على الخمسه، وفي نفس الوقت بيكون يونيدا بيتفرج على اللي بيحصل ده كله، وعلشان هو اشهر عالم في العالم بيقدر يتواصل مع رئيس الوزراء وبيقول له اللي بيحصل ده غلط، ما ينفعش تقتلوا المختارين ولا تقبضوا عليهم. فبيسالوا رئيس الوزراء ليه بتدافع عنهم كده، فبيقول له يونيدا هتعرف بعد 24 ساعه، وكمان بيقول لرئيس الوزراء ان هو لازم يحميهم مش يهاجمهم. بعدها بيختفي الخمسه من قدام الطيارات وبيكونوا متفقين ان كل واحد فيهم هيقف في مكان معين، ولما بتيجي طيارات الدرون علشان تصورهم بيقول ماري للناس على كل حاجه وبيقول لهم كل واحد فينا هيشرح المختار الاخير هيعمل ايه لو بقى الحاكم. بيبدا شوكي في الكلام وبيقول ان هو لو بقى الحاكم هينشر قوته للناس وهيخليهم كلهم يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين. بيجي الدور على تيماري اللي بتقول انها هتخلي العالم كله غني ومفيش حد فيه يحتاج يشتغل، وهتخلي الروبوتات تشتغل مكان البشر وتخدمهم، وساعتها البشر هيعيشوا في رخاء وحب. بعد كده بيجي الدور على سومو وبيقول انه عايز العالم كله يبقى حر وكل واحد فيهم يبقى معاه سهم ابيض علشان يقتل اللي هو عايزه، والكلام ده بيخوف الناس منه. اما بقى عن ساكي بتقول انا ما فكرتش قبل كده ان انا اكون الحاكمه، بس لو فكرت فهكون حابه ان البشر يعيشوا مع بعض في سلام ومحبه. واخيرا بيجي دور مراي اللي بيقول لهم بمنتهى البساطه انه لو بقى الحاكم مش هيعمل حاجه اصلا. بيامر الباقيين ان هم يرجعوا لمواقعهم القديمه، وبيتكلم مع موني وبيقول لها انه عايز يتناقش مع المختار الاخير باي طريقه. يونيدا بيكون سامع الحوار ده وبيعجبه شخصيه مراي وبيقرر انه يروح يقابله. اول لما بيظهر في المكان الناس كلها بتتصدم لانه بيكون شخصيه مشهوره ومحدش كان يتوقع انه يكون واحد من المختارين اصلا. مراي بيقول له احنا هنا علشان نتناقش في الشخص اللي هيحكم الارض. يونيدا بتعجبه فكره النقاش وبيقول للناس كلها ان اللي بيحصل ده حقيقي، وان كل واحد من السته اللي انتوا شايفينهم دول هيكون حاكم العالم بقوته. بعدها بتقول ساكي ان من الاحسن انكم تتناقشوا بعيد عن الناس، لكن بيرفض يونيدا وبيقول لها من الاحسن ان الناس كلها تعرف كل حاجه هتتقال. وفي اللحظه دي بيقول لهم على سر خطير، بيقول لهم ان اكتشف ان الحاكم القديم كان بيستغلهم وبيستغل الحراس في انهم يجيبوا حد علشان يسيطر عليه، وبالتالي حكمه هيستمر لفتره اطول. بيقول لهم ان الحاكم ده كل فتره بيكون محتاج لمختار جديد علشان يحكم، بس في الحقيقه هو اللي بيكون مسيطر عليه تماما. وكمان بيقول ان السيطره دي بتتم لما بيكون الشخص المختار عنده احلام واهداف عايز يحققها، وعشان كده لازم الحاكم الجديد يكون ما عندوش هدف ومش هيعمل اي حاجه، وبالتالي مش هيقدر الحاكم القديم انه يسيطر عليه. وبيضيف كمان ان مترو برغم شره بس كان عنده وجهه نظر، كان عارف بالموضوع عشان كده كان عايز يبقى الحاكم ويدمر العالم، وبالتالي يهزم الحاكم القديم ويبعده عن سيطرته. بيقول لهم انا بعد ما سمعت كلام كل واحد منكم وضحت الرؤيه بالنسبه لي، الوحيد فيكم اللي ينفع ينقذ العالم من شر الحاكم القديم هو مراي، لانه الشخص الوحيد اللي مالوش اي مطالب غير انه يكون سعيد، وانه الوحيد اللي هيقدر يتعامل مع الحاكم القديم. في الوقت ده بنشوف عدد من القناصين مستخبيين ومستنيين الاوامر علشان يقتلوا السته دفعه واحده. بيكمل العالم كلامه بيقول لهم ان هم لازم يسلموا الاجنحه والاسهم بتاعتهم لمراي علشان يخلوه يبقى الحاكم. بتتزايد تيماري لانها كانت عايزه تحتفظ بالسهم لنفسها علشان تحقق اللي بتتمناه، بس مراي بيوافق وبيقول لهم ان هو مستعد يكون الحاكم الجديد خلاص. وفي اللحظه دي بيقطع سومو الكلام وبيقول لهم بصوا انا لقيت قناصه. بيتفاجئ مراي وباقي المختارين وبعدها بيصرخ مراي وبيقول لهم كله ابعد، لكن الصدمه ان واحد من القناصين دول بيضرب نار على سومو وبيوقعه على الارض. بعدها بيبداوا يضربوا نار على مراي وكل اللي موجودين، ولكنهم بيقدروا يتفادوا الطلقات دي في اللحظه الاخيره. بيروح يونيدا يلحق سومو قبل ما يقع على الارض، بس الصدمه ان بيقول له للاسف انت كده مش هتعيش فهتموت بسهم ابيض بقى. بيقتله بالسهم الابيض وبياخد منه كل الاسهم والاجنحه اللي معاه واللي سومو اصلا كان واخدها من مترو قبل ما يموت. الابطال بتوعنا بيروحوا على البيت وبيتصل بهم يونيدا من تليفون سومو وبيقول لهم انه قتله وخد منه الاسهم وانه معاه شوجي كمان. بيقول لهم ان النقاش هيتاجل لحد ما نعرف رد فعل الناس على اللي حصل النهارده ده، وبعد ما بيقفل بتقوم تيماري متضايقه وبتقول لهم انا مش واثقه في الراجل ده خالص. بنشوف يونيدا وهو بيتكلم مع شوجي بيقول له هل انت قتلت حد قبل كده؟ فبيرد عليه وبيقول له اه. فبيكمل يونيدا كلامه بيقول له يعني انا لو قتلتك دلوقتي هتوافق ومش هتخاف؟ قال له انا اصلا كده كنت عايز انتحر من زمان. بس الصدمه بقى ان يونيدا بيقول له يعني لو اديتك سهم ابيض وقلت لك اقتلني هتسمع كلامي؟ فبيقول له شيجي انا كده هعمل كل اللي انت تأمرني بيه. فبيروح يونيدا
يضربه بسهم احمر وبيقول له انا مش هخلي الاحتمال ده اصلا موجود. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف تيماري وهي بتقول لمراي انه لازم يبقى الحاكم الجديد بس بشرط انه يخلي السهم الاحمر معاها. فبتسالها ساكي انت ليه مصممه على الاحتفاظ بيه كده؟ فبتقول لها تيماري ان السهم الاحمر ده هو اللي هيخلي لها قيمه وسط الناس، هيخليها شخصيه محبوبه، ولو السهم مش معاها مش هتقدر تعمل اي حاجه وحياتها هتبقى ملهاش اي لازمه. فيا ترى يا هل ترى يوني ده كان قصد ايه بانه مش هيخلي في احتمال لكده؟ هل هيخلي شوجي يقتله ولا ناوي يعمل ايه بالظبط؟ وهل ميراي هيكون هو الحاكم الجديد بالفعل ولا القدر ليه راي تاني؟ كل ده هنعرفه في الحلقه اللي جايه. وخليني دلوقتي اقول لك سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي وادعوا لاخواتنا في فلسطين وسلام.